بسم الله. المره اللي فاتت بدانا مع بعض الحصه الاولى، اتكلمنا على الانترودكشن تو باراسيتولوجي، وقلت لحضرتك انها محاضره يعني ليست ذات اهميه، هي محاضره بس كانت مجرد تعريفيه كده بالماده عشان نفهم الماده ماشيه ازاي وتبقى دخلتنا لطيفه بالماده. ومع ذلك انا ما شرحتهاش كلها، ده انا في حاجات كتير سبتها عشان خاطر بعد ما اخلص شابتر او اتنين تكون انت بدات تفهم شويه مصطلحات انا هضيفها لحضرتك، اقول لك تعالى بقى نرجع لمذكره الانترودكشن ونتكلم على كذا وكذا وكذا. ده رقم واحد. طيب بعد كده جينا المحاضره الثانيه ودي كانت البدايه الفعليه للباراسيتولوجي، وبدانا قلنا قسمنا الماده بتاعتنا لثلاث علوم رئيسيه: هيلمنثولوجي وبروتوزولوجي وانتمولوجي. قلت لك ان كلمه هيلمنثولوجي معناها علم دراسه الديدان او علم دراسه هي الديدان، وقسمناها لثلاث علوم او قسمناها لثلاث افرع: فرع الديدان المفلطحه وسميناه تريماتود، وبعض الديدان الشريطيه وسميناها سيستود، وبعض الديدان الاسطوانيه وسميناها نيماتود. عشان خاطر ما تسبقش الاحداث امشي معايا واحده واحده. اعرف بس ان كلمه تريماتود معناها ديدان مفلطحه. يعني ايه يا دكتور ديدان مفلطحه؟ اتكلمنا على الجنرال كرايتيريا المره اللي فاتت، والجنرال كرايتيريا هي مش موضوع اسئله، يعني هو صعب ان هو يسيب لك كل التفاصيل وكل المعلومات الغزيره اللي في المنهج ويجي يقول لك قول لي يا ابني التريماتود دي معناها ايه. لا، ده دي حاجه ليك انت بس عشان تبقى فاهم احنا بنتكلم في ايه، عشان تبقى فاهم احنا بنشرح ايه. تريماتود هي عباره عن مجموعه ديدان بنسميها الفلات ويرم. فلات ويرم، تمام؟ تبقى حاجه عامله شبه ورقه الشجر كده، ليف لايك ويرم. الديدان دي يا دكتور بيبقى جسمها من السنتي، اطولها من السنتيمتر للمتر، ولكن معظمها بيتراوح في رينج من 3 سم ل 10 سم 12 سم. في الرينج ده الحقيقه ما شفتش تريماتود اكبر من كده، او من واقع دراستنا ما شفناش حاجه اكبر من كده. السكين بتاعها او الكيوتيكلز بتاعتها اللي هو الجلد بيبقى عباره عن سموث او سبايني، ولكن معظمه بيبقى سموث زي اللي احنا خدناها المره اللي فاتت. اتكلمت لك على السكشوال دايمورفيزم، على وجود الاعضاء الجنسيه اللي موجوده في الشابتر دوت، وقلت لك ان الشابتر دوت هيرمافروديتيك. هيرمافروديتيك معناها ان الميل والفيميل سيكشوال اورجان موجودين في نفس الجسم. اي اكسبشن في الشابتر شيستوزوما اللي هناخدها الحصه الجايه ان شاء الله. اي اكسبشن يا دكتور ده المرحله دي مش موجوده في الشيستوزوما يا دكتور، اي حاجه شيستوزوما، وغالبا كلها بحرف الاس. يعني الشيستوزوما اللي كانت بحرف الاس سيبريت 6 بحرف الاس. هنعرف ان الايج بتاعتها سبايني ايج بحرف، كل حاجه لها علاقه بحرف الاس. هنقول التحشيات دي في اخر الشابتر، تمام؟ بعد كده يا دكتور قلت لك ان النيوتريشن بتاعها موجود، لها اكسكريتوري سيستم، نيرفس سيستم، الجي اي تي بتاعها عامل زي بتاع الانسان كده بالظبط، ماوث وفرنكس واسوفيجاس وانتستين، ولكن بيبقوا انبوبتين انتستين كده، كل واحده اسمها انتستينال سيك. بعد كده قلت لك ان كلمه تريماتود ليها ترجمه ثانيه عشان لو جات لك في الامتحان معناها فلوك. كلمه تريماتود معناها فلوك. يبقى لما يجي يقول لك مثلا سؤال الامتحان بتاعنا في النظري، الدكتور لو انت عايز تعرف اذا كان مرخم عليك ولا لا، وهو كده كده هيرخم عليك وكده كده هيجيب لك الطريقه دي، لازم يجيب لك تجميعات. يعني ايه تجميعات؟ يعني قول لي كده يا دكتور enumerate the parasite which are related to the fish. فساعتها انت بقى تفتكر من المنهج مين اللي كان ليه علاقه بالفيش. لو انت مش سيستماتيك مش هتفتكر حاجه. لو انت ماشي لخبطه زي الكتاب والله ولا تفتكر حاجه، هتفتكرهم دوده. لا ده انا هخليك تفتكرهم شابتر. سيبك اصلا من الكلام ده، ورقه اخر السنه هخلص لك بقى الكلام ده كله. كل تجميعات المنهج هقولها لك كلها. فساعتها لو جه في سؤال من الاسئله قال لك انيومريت فلوكس ذات وقال لك كمل، اذا هنا هو بيقول لك انيومريت تريماتود. كلمه فلوك مش معناها دوده، كلمه فلوك معناها تريماتود. اذا هو هنا بيسالك على التريماتود، لا تفكر في سيستود ولا كل دوده او كل شابتر له اسم. يعني الشابتر بتاعنا اسمه تريماتود، بالعربي ديدان مفلطحه، بالبلدي فلوك. الفلوكس دول قسمناهم على حسب مكان معيشتهم لثلاث انواع، او هم ثلاث عائلات. اول عيله هي عيله الفاشيولا، ودي العيله يا دكتور اللي كان ليها علاقه بالليفر. لا هو الحقيقه دلوقتي ان احنا بقينا كبار، هي مالهاش علاقه بالليفر، هي ليها علاقه بالبيلياري سيستم، يعني ليها علاقه بالبايل داكت وبالجول بلادر وبالبايل داكت الانترا هيبات، مش مشكله، ولكن احنا اختصارا بنسمي المنطقه دي كلها على بعض كده منطقه الليفر او الهيباتيك، ودي انتهينا من شرحها المره اللي فاتت. العيله الثانيه عيله اسمها الهيتروفس، ودي عيله يا دكتور ليها علاقه بالانتستين، وده عنوان شرحنا النهارده ان شاء الله. والنهارده هخلص لك كل ما له علاقه بالهيتروفس وما تبقى من الفاشيولا. العيله الثالثه يا دكتور دي كان ليها علاقه بالبلد، ودي عيله كبيره جدا 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 هنشرحها على حصتين، اسمها شيستوزوما او اللي احنا بنسميها بالعربي البلهارسيا. طيب تعالى كده بنتكلم على الهيتروفس. الهيتروفس يا دكتور هي عباره عن دوده. الدوده دي الفرد بتاعها اسمه هيتروفس، يعني هي اسمها هيتروفس والعيله اسمها هيتروفس، عشان كده هي اسمها هيتروفس. احنا عندنا حوالي 3 أو 4 ديدان السنه دي في المنهج، الاسم الاول زي الاسم الاخير، يعني اسم الفرد زي اسم العيله. اسم العيله هو الاسم الاول واللي بيبدا دايما بحرف كابيتال، فده اسمه هيتروفس، عيله كده كبيره اسمها هيتروفس. الفرد بتاعها اسمه هيتروفس.
اللي منكم تابع كوره، رئيس الاتحاد الافريقي في فتره من الفترات كان اسمه احمد. هي نفس الفكره بالظبط، الاسم الاول زي الاسم الاخير. هي عباره عن نوع من انواع الديدان، تريماتود او فلوك، بتعيش في الانتستين، والدوده دي يا دكتور هيرمافرودايت، يعني الميل والفيميل سيكشوال اورجان موجودين في نفس الجسم. طيب ما تيجي كده اما نتكلم على اللايف سايكل في ظهر الورقه الجميله بتاعتك، وارسم ورايا اللايف سايكل. اللايف سايكل دي يا دكتور هترسمها خلصت الحصه. انا هرسم اللايف سايكل بس هكون بقى المره دي سريع. كلكم سمعتوا الحصه اللي فاتت، كلكم شفتوها، كلكم ذاكرتوها؟ لا طبعا ما حدش ذاكرها، بس كلنا سمعناها صح؟ كلنا فهمنا ايه الكلام. تعالى بقى كده النهارده نجري عشان اوريك اللايف سايكل بتتشرح ازاي. ركز معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. دوده اسمها الهيتروفيس. هي عباره عن دوده الادلت بتاعتها بتبقى عايشه جوه جسم الانسان. كل كلمه هقولها بسؤال، كل كلمه هقولها بمعلومه. ركز معايا. دوده الادلت عايشه جوه جسم الانسان، تحديدا يا دكتور تحديدا في الانتستين، تحديدا في السمول انتستين. ما هو الانتستين نوعين، سمول ولارج، هي عايشه في السمول انتستين. الادلت ده اللي هو عباره عن كيس، الميل سيكشوال اورجان جواها والفيميل سيكشوال اورجان جواها، فالاثنين حصل ما بينهم عمليه تزاوج فطلعوا جيل جديد من الايج. الايج قرر ان هو يعيش بمبدا لن اعيش في جلباب ابي. قال لك انا مش عايز اعيش مع ابويا. طب هتعمل ايه؟ هسيب ابويا وانزل. طيب انت ابوك وامك الاثنين عايشين في السمول انتستين، اذا اقرب مخرج لمعاليك هو الستول. فساعتها الايج دي يا دكتور تقرر انها تخرج في الستول. يا دكتور هل كل الباراسيتولوجي لما بيخلفوا ايج بيطلعوا في الستول؟ لا. افرض مثلا انا كلمتك شرحت لك دوده عايشه ناحيه اليورينري بلادر، هينزل في اليورين. افرض شرحت لك دوده عايشه في اللنج، هتخرج في السبيوتم، على حسب. ولكن 90% من البارازايتس بتاعتنا جاسترو انتستاينال اصلا، يعني 90% من البارازايتس بتاعتنا جاسترو انتستاينال، فالمعظم فعلا هيخرج في الستول. طيب ما علينا، الايج خرجت في الستول، ما استحملتش الظروف المحيطه بها، فحصل لها عمليه فأس او حصل لها عمليه هاتشنج، فطلعت من جواها جنين عباره عن حته لحمه حمراء كده ملوش اي ملامح. الجنين دوت اسمه ميراسيديوم. يا دكتور هو مش الميراسيديوم ده انت قلت المره اللي فاتت شباب الشابتر الواحد كرايتيريا واحده. شفت بقى قيمه ان احنا بندرس شابتر واحد؟ هاجي الحصه الجايه هشرح لك الشيستوزوما، هشرح نفس الكلام ده، لكن انا هل بذكائي اشرح لك النهارده هيتروفيس وبعد كده اخد لك شويه سيستود، شويه نيماتود، شويه بروتوزوا، بقى قصه ثالثه خالص، وبعد كده اجي اخد لك تاني فشوله؟ طب ما انت هتكون نسيت الكلام ده. لا، الشابتر كله بيدرس مع بعضه، ذكر مع بعضه، هتحفظه مره واحده. الميراسيديوم دوت سالته سؤال، هتعرف تعتمد على نفسك يا ابن الناس؟ قال لك لا، انت بتدرس ماده اسمها بارازايت، وكلمه بارازايت معناها متطفل، اذا لا يستطيع الاعتماد على نفسه في اي شيء على الاطلاق. ده بهاء في فيلم التجربه الدنماركيه، هو ده بهاء بالظبط. فبهاء دوت خلاص سالته قال لك لا والله يا دكتور معلش مش هعرف. طب هتعمل ايه؟ ايه الميه اللي وقع دي يا ولاد؟ هتعمل ايه؟ فقرر ان هو ينزل الميه. اول ما نزل الميه قعد يدور لحد ما ربنا كرمه بسنيل. ايه؟ سنيل يعني قوقع، صح؟ دكتور هو الحاجات دي بتفكرك بحاجه؟ الفشيوله. ما هي الفشيوله عملت نفس القصه بالظبط. دخلت نزلت الميه، طلع الايج، نزلت في الستول، حصل لها هاتشنج، طلعت ميراسيديوم، نزلت الميه، دخلت جوه سنيل. فعلا دخلت جوه سنيل. فدخلت يا دكتور الفشيوله دي وكبرت من مرحله اسمها ميراسيديوم لمرحله بعد كده اسمها سبوروسيست، وانا ما كتبتلكش اسمها، اذا هي مرحله مش مهمه. بعد كده يا دكتور السبوروسيست دي كبرت وبقت مرحله اسمها ريديا، وبرضه ما كتبتلكش اسمها، اذا هي مش مهمه. بعد فتره يا دكتور الريديا دي كبرت وبقت مرحله كده يا اولاد اسمها سيركاريا. طب وبعدين؟ ولا قبلين السيركاريا دي قررت انها تخرج من السنيل. طب وبعدين؟ ولا قبلين هي قررت انها تيجي تطلع من السنيل. السيركاريا دي بتبقى عباره عن هيد وتيل يا اولاد، بس التيل ده بيبقى عليه ممبرينس كفر، يعني بيبقى عليه زي ممبرين كده ايه بيغطي التيل، مع ان هنعرف الكلام ده كله مع يعني في وقتها. طيب كسيركاريا هل اكتفيتي؟ لا، انا عايز اكبر تاني. ايه؟ هو انت يا بنت الناس مش دخلتي جوه القوقع كنت ميراسيديوم، بعد كده بقيتي سبوروسيست، بعد كده بقيتي ريديا، بعد كده بقيتي سيركاريا؟ بس لسه محتاج اكبر تاني. طب هجيب لك منين تاني؟ ما انت كان جواك قوقع اهو. طيب خلاص هضطر ادور على حاجه تانيه. فضلت تدور. الحاجه الوحيده اللي متاحه في الميه هو السمك.
الموضوع بسيط جدا. فقررت انها تدور على سمك تدخل جواه. طب وبعدين يا دكتور؟ ولا قبليه فضلت تدور على سمك، تدور 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 لحد ما ربنا كرمها ولقت السمك بتاع الغلابه اللي احنا بناكله، اللي هو ايه؟ البلطي والبوري. يعني يا دكتور السركاريا دي دخلت جوه جسم سمك، ولكنها دخلت جوه البلطي والبوري. اصل بعد شويه هشرح لك دوده اسمها الديليتم مثلا. الديليتم دي بنت ناس قوي، ما بتعيش غير في الجمبري، يا ريت تونه جمبري واستاكوزا وكابوريا. بنت ناس غاليه قوي، فاهم؟ متخيل؟ فانا ما اقدرش اقول على الانسان اللي هيجي له المرض حلوف، للاسف انا ما اقدرش اقول عليه، لان ده ابن ناس حرام اقول عليه حلوف. لكن دي دخلت زي السمكه بتاعتنا الجميله اللي احنا بنحبها دي، دخلت يا دكتور اما جوه سمكه اسمها بلطي او جوه سمكه اسمها بوري، الاسماك اللي احنا بناكلها اللي بنقليها او بنشويها. دخلت يا دكتور جوه السمكه السركاريا، فبدات تفكر كون ان انا دخلت جوه سمكه ده معناها ان انا هدخل جوه جسم الانسان ازاي؟ عن طريق ايه؟ الاكل، عن طريق ان انا هاكل، صح؟ ففكرت اكل، يعني انا سركاريا هدخل عن طريق الجي اي تي. طب امشي معايا واحده واحده كده. دخلت عن طريق الماوس بتاع جسم الانسان، في مشكله؟ لا. فارنكس مفيش مشكله. اسوفيجاس مفيش مشكله. ستومك ميه نار، صح؟ ميه نار. لو دخلت يا دكتور هتتحرق وتنتهي العيله. خلي بالك كل الكائنات الحيه ماشيه بمبدا ثابت لنا جميعا، ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. انا ما ينفعش اكون عارف ان في تهلكه في الحته دي وارمي نفسي واقول الله الحافظ، الله الحافظ وكل حاجه، ولكن لازم اكون واخد بالاسباب، اعقلها وتوكل. طب هعمل ايه؟ ولا قبليه هتبدا يا دكتور السركاريا ديت تكبر شويه وتبدا تقول خلاص انا هفقد التيل بتاعي، هفقد التيل ده خالص، وابدا اغلف نفسي من بره بغلاف، هبقى سركاريا بس انسيستد. فساعتها عايز اسميها اسم. لا قولوا انتوا بقى. لا 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 لا، ناخدها من ورا لقدام. هي عباره عن ايه؟ سركاريا. خلاص اكتب كلمه سركاريا، ممكن سركاريا. كلمه بعد معناها ميته، فهنحط قبل كلمه سركاريا ميته. طب ومتغلفه يعني ايه؟ انسيستد. فيسموها كلها على بعض ايه؟ انسيستد ميتا سركاريا. يا دكتور انا بشرح حاجه جديده؟ انا قلت حاجه جديده؟ شفت الموضوع سهل ازاي؟ دوده بتخلص 3 ديدان ازاي؟ دوده بتخلص 10 ديدان. وصلت لمرحله انها بقت انسيستد ميتا سركاريا. اتى صديقنا الحلوف، عمل ايه بقى صديقنا الحلوف دوت؟ كل سمك. يا دكتور طب ما احنا على طول بناكل سمك. بس صاحبنا دوت يا اولاد لما قرر ياكل سمك، اوعى 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 تقول لي انوشد فيش. حبيبي انوشد دي للفيجيتابل والفروتس، ما تقوليش يعني ايه انوشد؟ يعني ايه اللي انوشد فيش دي؟ ما غسلته ولا ما غسلته مش فارقه في حاجه. دكتور لو بنتكلم على لحمه، سواء كانت لحمه ابقار او لحمه خنازير او لحمه اسماك او اذا احنا هنا بنتكلم على طهي للطعام، بنتكلم على طريقه تسويه للطعام. عشان كده الطبيعي ان احنا لما بناكل الحاجات دي بناكلها مطبوخه، سواء كانت مسلوقه او مقليه او مشويه، المهم ان احنا بنديها درجه حراره تتعدى 60 و70 درجه سيليزيوس. الحلوف ده بقى عمل ايه؟ قرر انه ياكل السمك دوت بطريقه اندر كوكد، يعني مش مطبوخه. طيب دكتور زمان 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 ايام المصريين القدماء في الحضارات القديمه كانت الاسماك دي بياكلوها بطريقه مملحه، وهو ما يعرف في زماننا باسم الفسيخ. ولكن زمان كان في بركه، كانت لازم تتحط في الملح لمده معينه. المده دي كافيه انها تقتل اي جسم غريب جوه السمك، واعتقد انها لا تقل عن 21 يوم. طب يا دكتور مش في ناس دلوقتي بتاكل فسيخ؟ بس بياكلوه اندر سولتد. متخيل؟ يعني بياكلوا حاجه معفنه وكمان اندر سولتد. انت متخيل الموضوع عامل ازاي؟ حلوف بمعنى الكلمه. ده الحلوف بجد بقى، ده واخد ختم الحلاليف كلها. ده واحد يا دكتور كال البولتي والبوري في صوره اندر كوكد او اندر سولتد. دكتور يعني انت بتقول ان لو الفسيخ دوت ويل سولتد كله؟ لا انا بقول لك ما تاكلوش. انا عن نفسي انا ما باكلوش، انت عايز تاكله بقى وتحبه انت حر، انا ما بحبوش. حاجه منيله وريحتها زي الزفت. المهم فصاحبنا دوت كان السمك في صوره اندر كوكد او اندر سولتد. دكتور هو اندر كوكد، تخيل انا جبت السمكه دي وقلتها في الزيت، والله لو كان جواها براغيث هتموت، صح؟ لكن انت جيت خدتها يا دوبك شلت بس القشره ورحت جاي زالط. ما هو ده الفسيخ يا دكتور. احنا هنا بنتكلم على احد الامراض التي يسببها الفسيخ.
جه ساعتها يا دكتور الانسان الحلوف دوت خد المرحله اللي اسمها انسيستد ميتا سيركاريا، دخلت جوه جسم الانسان تحولت لادلت، والادلت راحت عاشت في السمول انتستين وكان الله بالسر عليم. خلصت اللايف سايكل. تقولها معايا تاني؟ قولها معايا تاني. يلا في ثانيه. عندي دوده يا دكتور، الدوده ديت اسمها هيتروفيس. اسمها هيتروفيس يا دكتور. في الامتحان ينفع اكتب هيتروفيس بس؟ لا. في حاجه تانيه؟ لا. بس على الاقل تكون عارف للدكتور ان اسمها عباره عن كلمتين والكلمتين شبه بعض. ممكن تكتبها اتش هيتروفيس او ممكن تكتبها هيتروفيس اتش، ولكن لازم دايما وانت بتكتب اي بارازايت في النظري او في العملي تكون مكونه من مقطعين. طيب هي عباره عن دوده الادلت عايشه جوه جسم الانسان تحديدا في السمول انتستين. ركز عشان الدرس خلص. ميل وفيميل في نفس الجسم اتجوزوا خلفوا طلعوا جيل جديد من الايج نزل في الستول، الايج ما استحملش الظروف حصل له هاتشنج طلع جنين اسمه ميراسيديوم. الميراسيديوم ما استحملش الظروف الخارجيه فقرر انه ينزل في الميه. لما نزل الميه دخل جوه قوقع، القوقع ده بقى اسمه ايه؟ اسمه يا دكتور بيرينيلا كونيكا. دكتور هو ايه ده؟ القواقع دي يا دكتور عباره عن عائلات، عيله، يعني هو عباره عن مملكه من الممالك الحيوانيه. بص يا اولاد، القواقع ديت هي عباره عن عائلات، عيله اسمها برينيلا، الفرد بتاعها اسمه كونيكا. يا عم اسمه زي ما هو خلاص، اعرف اسمه وانا هحفظه لك دلوقتي، صح؟ اسمه برينيلا كونيكا. دخل يا دكتور الهيتروفيس وهي لسه في مرحله جنينيه صغيره اسمها ميراسيديوم، كبرت بقى سبوروسيست، بعد كده بقت ريديا، بعد كده بقت سيركاريا. السيركاريا دي يا اولاد خرجت بره السنيل، قررت انها تدخل جوه مكان تاني، تكبر جوه مكان تاني. المره دي قررت انها تدخل جوه سمك، تحديدا نوعين سمك احنا عارفينهم، واحد اسمه البلطي واحد اسمه البوري، يا اما بلطي يا اما بوري. دخلت السيركاريا كبرت بقت مرحله اسمها انسيستد ميتا سيركاريا. جه الانسان الحلوف اكل السمك دوت من غير ما يطبخه كويس او من غير ما يملحه كويس، فدخلت الانسيستد ميتا سيركاريا اتحولت لادلت، والادلت عاش في السمول انتستين وكان الله بالسر عليم. بص على الرسمه، سيب كل حاجه بص على الرسمه. السؤال يتجاوب من مره، هسال السؤال واشرحه لك وبعد كده جاوب. ممكن؟ هشرح السؤال واساله لك واشرحه لك بعد كده جاوب. لو انا جيت سالت على دوده اسمها الهيتروفيس، مين هو الهابيتات بتاعها؟ اي ايه هو الاورجن اللي شايل الادلت بتاع الهيتروفيس؟ سمول انتستين. يبقى الهابيتات سمول انتستين. طيب مين هو الديفينيتيف هوست بتاع الهيتروفيس؟ يعني مين الكائن الحي اللي استضاف الدوده في مرحلتها الادلت؟ الانان او الحلوف. طيب مين الانترميديت هوست؟ اي ان انا بسال على الكائن الحي اللي استضاف الدوده في مراحلها الصغيره. سنين. وفي واحد قال لي بوري. هنا بقى نيجي لحاجه جديده. لا سيبنا من الريزرفوار، نيجي بقى هنا حاجه جديده، ان الدوده ديت مالهاش انترميديت هوست واحد، ليها 2 انترميديت هوست. هي الدوده هنا كبرت في هوست، بعد كده ثبته، بعد كده كبرت في هوست ثاني. عشان كده انا عندي 2 انترميديت هوست. First is the snail which called Brinella conica. Second is a fish which called bolt and buri. حد فاهم اللقطه ماشيه ازاي؟ يبقى الهابيتات سمول انتستين والديفينيتيف هوست مان. الانترميديت هوست 2، الاول اسمه برينيلا كونيكا والثاني اسمه بولتي وبوري. يحاسبك في الامتحان على مين فيهم فيرست ومين فيهم سكند، وانت خليك ناصح. اكيد السكند هو اللي انا هحتك بيه، ده السكند ده اقرب حاجه ليا، مش انا الديفينيتيف هوست، يبقى اكيد السكند هيكون السمك اللي انا باكله، انا ما باكلش سنيل، صح؟ يبقى الفيرست السنيل والسكند هو البولتي والبوري. طيب بص على الرسمه، لو سالتك على المود اوف انفكشن اوف هيتروفيس، وهنا لما بسالك على المود اوف انفكشن معناها لحظه بسال على طريقه اصابه الانسان بالعدوى، وساعتها انا قلت لك ان في قاعده من 3 حاجات، فيرب، نون، وانفكتيف ستيج. هنا يا دكتور ايه الفيرب؟ انا عملت ايه؟ ايتنج. اكلت ايه؟ اندر كوكد او اندر سولتد فيش. اسمه ايه الفيش ده؟ بولتي وبوري. شكرا. اخر سؤالين، من المرحله الانفكتيف ستيج انا هنا بسالك على مرحله من مراحل الدوده اللي كانت بره جسم الانسان ثم دخلت جسم الانسان، انسيستد ميتا سيركاري. طب مين المرحله الدايجنوستيك ستيج اللي لما تشوفها تقدر تشخص المرض؟ ايج انستول. نقولهم تاني بسرعه في ثانيه. هابيتات سمول انتستين، ديفينيتيف هوست مان، انترميديت هوست 1 ولا 2؟ 2. فيرست سنيل اسمه برينيلا كونيكا، سكند سبحان الله الانترميديت هوست هنا كلهم حرف البي، برينيلا كونيكا، بولتي، بوري، ما ننساهمش كلهم بحرف البي، برينيلا كونيكا، بولتي، بوري. حلو الكلام. مين المرحله الانفكتيف ستيج؟
انسيستد ميتا سيركاريا. طب مين الدايجنوستيك ستيج؟ ايج انستول. المود اوف انفكشن 3 حاجات. الفيرب ايه؟ ايتنج. اكلت ايه؟ اندر كوكد او اندر سولتد بولتي اند بوري فيش. كونتين ايه بقى؟ اللي هي الانسيستد ميتا سيركاريا. برافو عليك. في مشكله في الكلام ده؟ كونتيننج الانفكتيف ستيج بتاعت الدوده. مش انت حافظه ان الدوده ديت الانفكتيف ستيج بتاعتها انسيستد ميتا سيركاريا، يبقى ان كونتيننج انسيستد ميتا سيركاريا. طب انا خدت دوده ثانيه الانفكتيف ستيج بتاعتها حاجه ثانيه، خلاص يبقى هي الحاجه الثانيه. صح؟ انا بثبت قاعده وانت غيرها بناء على كل دوده. في مشكله في الكلام ده؟ خلصنا يا ولاد. خلصت والله يا عم. عشان خاطر بس يبقى حلفاني صادق، بس عشان ما يصومش 3 ايام. دكتور هذا الحلوف عشان يصاب بالمرض عمل ايه؟ كل سمك. طيب تخيل ان انا عندي حيوانات تانية ممكن تاكل سمك. دكتور عندي حيوان ممكن ياكل سمك، صح؟ الحيوان ده مين؟ اشهر حيوانات بتاكل سمك دوج وكات. احنا بنسميهم فيش ايتنج انيمال. انا بسميهم فيش ايتنج انيمال، اللي هم الحيوانات اكلات الاسماك. اشهر حيوان اي حيوان من اكل اللحوم، اي حيوان من اكل اللحوم بسميه ممكن ياكل فيش. عشان كده يا دكتور ممكن الانيمال دوت ياخد المرحله اللي اسمها انسيستد ميتا سيركاري وتتحول جواه لادلت، وساعتها الادلت ديت تعيش في السمول انتستين بتاع الحيوان فتعمل انفكشن في الحيوان. ساعتها يا دكتور انا عندي الدوده الادلت عاشت في مكانين، عاشت في المان وعاشت في الفيش ايتنج انيمال. الاثنين ديفينيتيف، بس كاحتراما وتعزيزا للانسان هسمي الانسان ديفينيتيف واسمي الحيوان ريزرفوار. يبقى هنا الريزرفوار هوست ايه؟ فيش ايتنج انيمال، صح كده؟ فيش ايتنج انيمال. عشان كده لو انا جيت اعمل مقارنه سريعه في الفاشيولا الحصه اللي فاتت، مين كان الريزرفوار هوست؟ لا ما تجاوبش خالص، مش عايزك تجاوب. هو انا عشان خاطر اصاب بالفاشيولا انا بعمل ايه؟ باكل خضار او فاكهه مش مغسولين. مين الحيوان اللي كان ممكن ياكل خضار وفاكهه مش مغسولين؟ الشيب والكاتل. فكانت واحده شيب واحده كاتل، ده الريزرفوار هوست. طب انا هنا في الهيتروفيس عشان اصاب بالمرض ايه اللي يحصل لي؟ بعمل ايه؟ باكل سمك مش مطبوخ. طب مين الحيوان اللي ممكن ياكل سمك مش مطبوخ؟ الدوج والكات، او ممكن تجمعهم في كلمه عامه كده اسمها فيش ايتنج انيمال. عشان كده هنا مين الريزرفوار هوست؟ الفيش ايتنج انيمال. حد فاهم اللقطه ماشيه ازاي؟ قاعده ثابته، افهم هتعرف تجاوب. خلصنا. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ افتح المذكره. يبقى انت عندك دوده الثانيه اسمها الهيتروفيس او اللي احنا بنسميها انتستاينال فلوك. الهابيتات بتاعنا هو السمول انتستين. دكتور هو بيقول لي هنا في حاجه اسمها الجيوغرافيكس، دي مهمه، الحقيقه مش مهمه قوي ولكن من اجل العلم بالشيء. هو قال لك ان الجيوغرافيكس بتاعتك كوزموبوليتان. كلمه كوزموبوليتان دي معناها وورلد وايد. كلمه كوزموبوليتان دي يا اولاد معناها وورلد وايد، يعني موجوده في كل انحاء العالم. دوده موجوده في كل حته في العالم، ملهاش مكان معين، ولكنها تكثر حيث تكثر مزارع الاسماك. حد منكم قبل كده جرب يشتري سمك؟ لا. طيب لما انت تنزلوا تشتروا سمك، لو تنزل مع والدك او مع والدتك وعندهم خبره، يقول لك هو السمك دوت بحري ولا مزارع؟ هو في حاجه اسمها مزارع؟ مزارع دي يا دكتور بتبقى عباره عن زي بولز كده، جزء من البحر بس هو بيتعمل زي بول كده، بيبقى الميه والميه فيه بتبقى براكتش، يعني بتبقى راكده، يعني مش راحه جايه زي البحر ما فيهاش امواج، مش زي النيل مثلا ميه جاريه، لا بتبقى ميه الى حد ما كده. هنا يا دكتور بيجيبوا الايجز بتاعت الفيش ويحطوها تزرع وبعد كده يبيعوها، هي ما فيش فيها مشكله، هي اسماك عاديه خالص. من اشهر الاسماك التي تزرع في هذه المزارع هو البلطي والبوري. اشهر سمكتين بيتزرعوا فعلا هناك، يقول لك بلطي مزارع، معروفه بلطي مزارع، بوري مزارع. عشان كده يا دكتور المنطقه النوع ده من الديدان كون ان هو مرتبط بالبلطي والبوري، اذا هو مرتبط باماكن وجود البلطي والبوري. موجود عندنا في 3 بحيرات في القاهره في مصر. مرحله اسمها المنزله ودي موجوده ناحيه المنصوره ودمياط، وبحيره اسمها البرولوس ودي برضو موجوده ناحيه دمياط، وفي بحيره قارون في الفيوم. 3 بحيرات، يعني هي موجوده في مصر ولكن تكثر حيث يكثر وجود السمك، سواء كان في المنصوره او في دمياط او في الفيوم او في الصعيد. على فكره موجوده في بحيره ناصر برضو، لان في جزء من انواع الاسماك موجود هناك. تمام؟ حد عنده مشكله في الكلام ده؟ طيب مين الهابيتات اللي قدام حضرتك؟ سمول انتستين. مين الديفينيتيف هوست؟ مان. مين الانترميديت هوست؟ فيرست وسكند. فيرست سنيل اسمه برانيلا كونيكا، وسكند بولتي وبوري. الحقيقه برضه مش عايز الود عليك، ولكن البولتي والبورو دول اسماء شعبيه، دي اسم مصري، يعني السمكه بولتي دي اسم مصري والبوري ده اسم مصري، لكن البولتي والبوري مش دول اسماك؟ يعني نوع من انواع المملكه الحيوانيه، اذا يخضعوا لنفس القانون، له اسم عيله واسم فرد.
البولتي كون ان في حرف التي فهو اسمه تي، هتلاقيه موجود تحت عندك، تيلابيا نيكوتيلا. والبوري يا دكتور اسمه موجيل كيفلس. طب يا دكتور هو لازم احفظ الاسم الثاني؟ لا خالص، بس يعني عشان لو في الام سي كيو حب يرخم مش هقول لك بولت يبول، ولكن ساعتها انت تبقى عارف ان البولت اللي بحرف التي فيها حرف التي اسمها تيلابيا، يبقى الثانيه اسمها موجيل. اعرف ان واحده اسمها تيلابيا واحده اسمها موجيل. خلاص يا عم بولت يبول ما تحفظهمش، انا بقول لك ما تحفظهمش ماشي. طيب الريزرفوار هوست هو الفيش ايتنج انيمال، الانفكتيف ستيج هي الانسيستد ميتا سيركاريا، والدايجنوستيك ستيج هي ايج انستول، والايج دي كاتب لك جنبها كلمه ماتيور، هفهمها لك في اخر الشابتر لما اجمع لك الشابتر كله على بعضه كده، هقول لك اشمعنى هناك كتب اماتيور وهنا كتب اماتيور، ايه الفرق ما بين الاثنين هقولهم لك ساعتها. المود اوف انفكشن ايتنج اندر كوكد او اندر سولتد فيش اللي موجود في البراكتش ووتر اللي هو البوري والبولتي، حتى بين قوسين كده كاتب لك ايه؟ سويت فسيخ. ده كلمه في الكتاب على فكره مش انا كاتبها، هو فعلا هو بيعترف بيقول لك ان الفسيخ هو اللي بيعمل كده، وهتلاقي في الكتاب بعد كده بعد فتره يقول لك همبرجر، يعني فاهم هو يعني بيديك المثال الحي عندك. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ طيب تعالى كده ناخد الكلينيكال بيكتشر اللي هي اصلا خلصانه اصلا، تخيل انها خلصانه. دكتور الدوده عباره عن دوده دخلت عن طريق الماوس ثم فارنكس ثم اسوفيجاس ثم ستومك، هي كانت داخله في صوره انسيستد ميتا سيركاريا، عباره عن سيركاريا ومتغلفه بغلاف. الاتش سي ال اشتغل، فلما بدا ياكل دوب الغلاف اللي بره ده، فراحت جايه متزحلقه منها وتحولت لسيركاري. السيركاريا بقت موجوده فين؟ بقت موجوده في السمول انتستين. انا هبدا بقى الف لا تلف ليه؟ خلاص انت الهابيتات بتاعك اصلا سمول انتستين، خلاص شكرا هتحول لقطط. يا ده الحياه سهله خالص اهي ولا اي حاجه. عشان كده هنا الكلينيكال بيكتشر رقم 1 عداد الانفكشن بيبدا يعد من لحظه دخول الدوده جسم الانسان. لما كانت الدوده هنا في اعراض يبقى رقم 1 اسيمتوماتيك دي ثابته. طب رقم 2 هل الدوده هجرت؟ دكتور يعني ايه؟ يعني هل اتنقلت من مكان لمكان؟ دكتور هي ماشيه في المسار الطبيعي، انت لو عندك مسار اقصر من كده انها توصل للانتستين هاتهولي وانا هدخلها لك. لا هي الفكره انها نزلت على الانتستين، عشان كده هنا ما عنديش اكيوت ستيج وكرونيك ستيج. هو هنا قال لك ان الكلينيكال بيكتشر رقم 1 اسيمتوماتيك. طب ورقم 2 دكتور احنا في الفشيوله كنا بنقول في اكيوت وفي كرونيك. ايوه لان الفشيوله نزلت انتستين وبعد كده رجعت تاني في البلياري سيستم. لما بناخد الشيستوزوما ده الشيستوزوما دي استاذه اللف هتلف لما تشبع، فهناخد اكيوت وكرونيك. لكن هنا لا هي ما لفتش، هي نزلت على الانتستين على طول. عشان كده قال لك رقم 2 هيفي انفكشن. يعني بقى خلاص بقى لو الموضوع بقى عنيف ايه اللي ممكن يحصل؟ انا قلت لحضرتك معلومه المره اللي فاتت هفضل اقولها لك لحد اخر يوم في المنهج. قلت لك اي حاجه بتعدي على الانتستين في منهجنا بتعمل كلمه اسمها نفده، اللي هي نوزيا فوميتنج دايريا ابدومينال بين. بص بقى الكتاب بتاعنا قال لك ايه؟ قال لك اصلها بتعمل كولكي ميكويد دايريا اند ابدومينال ديستربنس. تقدر تشطب على دول كده وتكتب كلمه نفده؟ ايه رايك؟ سهله خالص هي صح؟ انا جايبها لك بنص الكتاب ولكن هي عباره عن نفده. دكتور كولكي ميكويد دايريا دي يعني ايه؟ يا دايريا وكولكي وابدومينال ديستربنس ابدومينال بين. طب ما خلاص ما اكيد معاه نوزيا فوميتنج، ايه المشكله يعني عندها هيسهل والتاني هيرجع، هي يا جماعه نفس الفكره. والله نفس الفكره. هقول لك على حاجه، في صوره مشهوره قوي مش عارف شفتوها على النت ولا لا، كوميك مشهور جدا كاتب لك سايد افكت بتاعت دواء، كان في دواء معين كده اكيد انت افتكرتها، فكاتب لك ايه؟ نوزيا وداوت فوميتنج وثلاث اربع سطور فوميتنج. انت عبيط يا ابني؟ انت عبيط؟ يعني هو بيقول لك ان الدواء دوت يا دكتور بيعمل نوزيا وداوت فوميتنج، وبعد كده قال لك بيعمل هيدك وبيعمل فيور وفي الاخر يقول لك بيعمل فوميتنج. يا ابني انت عبيط؟ يعني انت بتقول لي فوق داوت فوميتنج وهنا فوميتنج، مفيش حاجه هي كلها كوليكشن مع بعض. الاعراض بتختلف من بدايه للتاني. احنا ممكن يكون كلنا عندنا هيتروفس بس واحد عنده عرض الثاني عنده عرض ثاني والثالث عنده عرض ثالث، ولكن كلها اعراض مختلفه لسيستم واحد الا هو الجي اي تي. طيب دكتور انا عايزك تفهمني معلش كل كلمه، انا راجل بحب افهم كل كلمه. خدتوا هيستولوجي؟ لا ما خدتوش هيستولوجي قبل كده في الحياه؟ ما تعرفوش يعني ايه هيستولوجي اصلا؟ طيب كان زمان يقول لك ان الانتستين هي عباره عن 4 لاير. اول لاير اسمها ميكوزا، بعد كده في طبقه كده ماشي فيها البلاد فيسلز والنيرف اسمها سب ميكوزا، بعد كده في طبقه فيها السموث ماسل اسمها ماسكلوزا،
بعد كده في طبقه في الاخر كده اسمها سيروزا، واللي بره بيبقى اسمها ادفنتيشيا، يعني لو في الانتستين يبقى اسمها ما عليه عشان الاومنتم والكلام ده، ما علينا. الميكوزا هو عباره عن ابيثيليوم، كان نوعه سيمبل كولامينر ابيثيليوم، ولكن كان بيزيد عليه مجموعه خلايا هنا كده اسمها جوبلت سيلز. الجوبلت سيلز دي وظيفتها انها كانت بتطلع ميوكس. الميوكس دوت يا دكتور وظيفته ان هو بيشتغل كلوبريكانت، يخلي الاكل يتزحلق. يعني لو انا هفترض ده اليومن اهو، ده كده اليومن اهو، هي يا دكتور الجوبلت سيل دي بتبدا تطلع ميوكس، فالميوكس دوت يخلي السيرفيس بتاع او اليومن بتاع الانتستين مزحلق مزفلط، فيخلي الاكل ينزل على طول. ده كان الميوكس اللي بيطلع من الخليه اسمها الجوبلت سيل. طيب الدوده اللي اسمها هيتروفيس دي هتعيش فين؟ هتحب قوي تعيش هنا كده في الحته دي ما بين الانتستينال فيلاي في الكولامينر ابيثيليوم نفسه. فوهي داخله هتلاقي قدامها خليه اسمها جوبلت سيل، صح؟ فتروح جايه مكسراها. الجوبلت سيل دي عامله زي البالونه لما تملاها ميه، هات بالونه كده واملاها ميه، لا هي دي بالونه بس مليانه ميوكس، فهي هتروح جايه مفرقعاها، فساعتها كل الميوكس دوت يطلع في اليومن. الطبيعي ان اليومن بيحتاج كميه ميوكس معينه. دلوقتي الكميه دي زياده، محتاجه في حاجه تبدا تنزل في الستول، فساعتها العيان يبقى عنده دياريه ولكن مليانه ميوكس، فيسموها ميكويد دياريه. ده اللفظ اللي عندك هتلاقي مكتوب عندك كده، بص كولكي ميكويد دياريه. يعني ايه ميكويد دياريه؟ ده معناها ان في دياريه تاني. الخلايا بتاعه الانتستين عباره عن ابيثيليوم وصاب ميكوزا وشويه حاجات كده تحت بعضها. الابيثيليوم ده عباره عن خليه كده اسمها الكولامينر ابيثيليوم، عمود كده، عمود 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 عمود، وفوق كل عمود خليه مسؤوله عن افراز الميوكس اسمها جوبلت سيل. الهيتروفيس لما تحب تيجي تعيش، لو انا هفترض مثلا ان دي دوده الهيتروفيس، لما تحب تيجي تعيش تحب تعيش هنا كده في الحته دي. طب وهي داخله هتلاقي في طريقها خليه اسمها الجوبلت سيل، هتفرقعها فتخلي الخليه دي تربشر، فتبدا الخليه دي تطلع ميوكس، بس بدل ما كانت زمان بتطلعه سيستماتيك ريجوليتور يعني بيطلع بكميه معينه زي ما ربنا خلقها، لا ده البالونه دي فرقعت، فكل الميوكس اللي جواها فرقع، كله طلع بره. الانتستين محتاج كل الميوكس ده؟ لا، فيبدا الميوكس ده ينزل في الستول. عشان كده العيان دوت يبقى عنده ستول ولكنه لازج تماما وسوفت تماما، اسمه دايريه، ولكنه مليان ميوكس، فيسموها ميكويد دايريه. حد فاهم اللقطه ماشيه ازاي؟ دي اسمها ميكويد دايريه. يبقى العيان دوت عنده نفده اللي هي نوزيا وفوميتنج وداريه ابدومينال بين، بس قال لك ان الداريه دي اسمها كولكي ميكويد داريه. ما علينا، كلام فاضي. طيب الدوده ديت يا دكتور وهي موجوده في الانتستين، ما هي طبقه الصاب ميكوزا دي مليانه بلاد فيسل، صح؟ فممكن شويه توكسنز كده من الدوده يبدا يتحرك في البلاد فيسل، فيبدا يعمل لك اعراض جنرالايزد اللي هي الفيفر واليورتيكاريا، زي الفاشيولا. بالظبط. ما هي كون ان انا موجود في الانتستين انا جنبي بلاد فيسل، فساعتها ممكن الدوده الادلت ديت تبدا ترمي شويه توكسنز كده وشويه حاجات انتيجينيك تستثير جهاز المناعه، فساعتها العيان دوت يحصل له فيفر ويحصل له ارتكاريا. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ يبقى رقم 1 اسيمتوماتيك، رقم 2 هيفي انفكشن. هقول الاذون فين النهارده. طب رقم 3 لا ما بيحصلش بقى حاجه. بتبدا بقى مشكله الدوده ديت انها لما بتتجوز وتخلف بتطلع جيل جديد من الايج. الايج ده مشكلته ان هو معظم الايج ده، يعني هي لما بتخلف بتطلع ايج كتير جدا جدا جدا، المعظم بينزل في الستول، ولكن مع الكورونيسيتي مع الوقت الطويل بيبدا مجموعه من الايجز ديت يدخل جوه الدم ويبدا يحصل له ديسيمينيشن، يبدا ينتشر. هيروح فين؟ الله اعلم. دكتور فاكر الاماكن بتاعه الفاشيولا اللي كانت اكتوبيك؟ نفس الاماكن بالظبط. هتروح للبرين، هتروح للعين، هتروح للهارت، هتروح لللنج، قد تروح للليفر، كل حاجه وارده. يعني نفس الاماكن، يعني الاكتوبيك هتروح لنفس الكلام، هتروح للسي ان اس وهتروح للهارت وهتروح لللنج وهتروح لنفس الاماكن. بس عايزك تعرف كلمه واحده، دي اللي بتيجي في الام سي كيو. ده جه سؤال ام سي كيو عندكم في الفورماتيف. ايه هو؟ الاكتوبيك ستيج اوف ذا هيتروفيس كوزد باي ايه؟ ايه المرحله اللي كانت سبب في حدوث المرحله الاكتوبيك؟ ايه المرحله اللي خلت الهيتروفيس تعمل مشاكل في السي ان اس وفي الهارت وفي اللنج والحاجات ديت؟ الايج، الكورنيستي. بس انهي مرحله بقى من مراحل الدوده؟ الايج. دايما يا دكتور دايما اللي بيعمل المرض هي الادلت، بس في عندي 3 4 استثناءات في المنهج كله. خدنا واحد منه النهارده اهوت، وواحد هناخده الحصه الجايه على طول. يعني انت عايز تقول لي ان اللي بيعمل الهيفي انفكشن هو الادلت، صح طبعا،
لان الادلت عايشه في الانتستين، فهتعمل لك نفده وفيفر وارتكاريا وايزينوفيليا، الكلام اللي موجود عند حضرتك. ولكن مرحله الاكتوبيك هي الحاجه الوحيده اللي الادلت ما بتعملهاش. هتلاقي حد مكتوب في المذكره كده، اقرا كده مكتوب ايه؟ مكتوب رقم 1 اسيمتوماتيك، رقم 2 هيفي انفكشن فيفر وارتكاريا وايزينوفيليا كولكيميكويد دايريا وابدومينال ديستربنس. طب بص رقم 3 مكتوب ايه؟ اكتوبيك. بص كاتب ايه؟ كوزد باي ايج امبولاي. يعني الايج هنا يا دكتور بتبدا تمشي في الجسم وتبدا تحصل لها ديسيمينيشن في الجسم كله مع البلاد فيسلز لحد ما تبقى عامله شبه الجلطه. الايج دي نفسها تبقى عامله شبه الجلطه، يعني تبدا تتجلط في اماكن معينه فتعمل لك الاعراض دي. هتروح فين؟ ممكن تروح للسي ان اس، ممكن تروح للهارت، ممكن تروح لللنج، ممكن تروح للليفر على فكره، اي حاجه. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ ادي الكلينيكال بيكتشر. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ خلصنا. بس هي الهيتروفيس خلصت، ما فيهاش حاجه، هي كلمتين ورد غطاء. دكتور اي بارازايت في الدنيا هي الرسمه دي، والرسمه دي ستاندرد ثابت. انا مش هغير لك الرسمه ديت لحد ما اخلص المنهج، ده اللي انا هشرحه لك على طول. اذا هي الستاندرد ثابت. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ طب معلش مش واثق فيك، مش عارف ليه، مش مرتاح. هيتروفيس في ثلاث ثواني. الهابيتات لا الهابيتات سمول انتستين، ديفينيتيف هوست مان، انترميديت هوست فيرست سنيل اللي هو اسمه برينيلا كونيكا، وسكند البولتي والبوري. سيبك من الريزرفوار انت كده عارفه. مين المرحله الانفكتيف ستيج؟ الانسيستد ميتاسيركاريا. مين الدايجنوستيك ستيج؟ ايجن ستول. ايه هو المود اوف انفكشن؟ الفيرب ايت ايه؟ اندر كوكد فيش او اندر سولتد فيش. بتكونتين ايه؟ الانفكتيف ستيج اللي هي الانسيستد ميتاسيركاريا. طب الكلينيكال بيكتشر، اي كلينيكال بيكتشر في البارة بتبدا رقم واحد اسيمتوماتيك. لما تلاقيني في مره مقصر ومش كاتبها في المذكره اكتبها انت فاكرني هغلط نفسي ولا ما؟ انا عادي ممكن ما اكتبهاش عادي، يعني الرجال لما لا يسوا. انت دايما ثابته اي كلينيكال بيكتشر رقم 1 اسيمتوماتيك. فاهم؟ انت كنت مستني ان انا اقول لك ايه؟ لو لقيتني بره مش كاتبها تعالى حاسب. لا تحاسبني ليه يا عم؟ هو انت محصل النور؟ لا ما تحاسبنيش، انا ممكن اكون مش كاتبها في مره من المرات، بس انا بقول لك ثبتها لنفسك. رقم 1 اسيمتوماتيك. رقم 2 هيفي انفكشن، عايز كلمه واحده نفده، برافو عليك. رقم 3 اكتوبيك، عايز كلمه واحده. مين اللي بيعملها؟ ايج. شكرا على راسي من فوق. ايه اسيمتوماتيك يعني ايه؟ بصي، بنحسب الانفكشن ان بعد الشر ان حضرتك مريضه بهذه الدوده من لحظه دخول الدوده جسم الانسان. يعني اول ما دخلت جسم الانسان انا بعتبر ان انت كده انفكتد. بس لما كانت الدوده في بقك لسه، هل في اعراض؟ لا. كلمه عرض معناها ايه؟ سيمتوم. اذا اسيمتوم معناها ايه؟ مفيش اعراض. فهنا وهنا كل دول عندك انفكشن بس مفيش اعراض، فنسميها اسيمتوماتيك. حد فاهم اللقطه ماشيه ازاي؟ في مشكله يا اولاد؟ طيب تعالى يلا كده بنتكلم على التريتمنت. علاج الدوده ديت يا اولاد هو دواء هناخده في التريماتود ونص السيستود. دواء اسمه ايه؟ اسمه برازيكوانتال. عايز اقول لمعاليك خد قاعده رقم 3 ولا رقم 5 ولا رقم 6، تريتمنت اوف تشويس في شابتر التريماتود وفي الانتستاينال سيستود وجزء من التيشو سيستود، يعني اول شابترين هندرسهم في المنهج هو البرازيكوانتال. اكسبت حاجه واحده بس هي الفشوله اللي فاتت دي هقولها لك دلوقتي، لكن البرازيكوانتال ده لما تلاقي نفسك مش فاكر قول برازيكوانتال هتطلع صح. تمام؟ يبقى الدواء هنا اسمه برازيكوانتال. يا دكتور هل الجرعات مهمه؟ انا شخصيا ما بحبهاش. ليه؟ بتختلف، والحاجات دي كلها ابديتس وحاجات لها علاقه بالفارماكولوجي، ولكن عايز تحفظ الجرعه احفظها. هو بيقول لك انها 25 مللي جرام بر كي جي، بتبقى جرعه الصبح وجرعه بالليل لمده يوم واحد. انت متخيل يا ولاد؟ انتوا متخيلين؟ لا ده انا عايز اقول لك على قاعده. الهيلمنتولوجي كله تريماتود وسيستود ونيماتود لو هو في المراحل البدائيه بتاعتها، يعني المرض لسه مش شديد جدا، علاجه قرص واحد بس ب 5 جنيه في الصيدليه ولا ب 7 جنيه. فاهم؟ يعني كل احنا بندرس دوت على دواء ب 7 جنيه 5 جنيه. برازيكوانتال دوت كان من فتره كان بيتباع، يعني كان روح النعناع اغلى منه، يعني السكوتش مينتو الحاجات دي كانت اغلى منه والله. فانت متخيل الموضوع بسيط جدا فوق ما تتخيل. دواء اسمه برازيكوانتال. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ طيب خلصنا. دكتور بس انت المره اللي فاتت ما قلتليش علاج الفشيوله. هقول لك يا دكتور، الفشيوله لها عباره عن 3 ادويه، وده اختلاف مهم جدا بيجي في الام سي كيو. هو الدكتور عارف البره تتذاكر ازاي، فعارف ان انت بتذاكرها خدت بالك ان كل التريماتود والسيستود بيتعالجوا ببرازيكوانتال، فيقول لك تريتمنت اوف فشيوله. شفت بقى؟ هو عارف ان انت هتغلط فيها. لا افتكر ان الفشيوله هي اكسبشن بسيط.
الفاشولا مالهاش علاقه بالبرازيكوانتال تماما، ما بيجيبش معاها نتيجه. لا هي بتتعالج يا دكتور بدواء اسمه تراي كلابندازول. انا حتى دايما كنت بقول لهم 3 كلاب بيسقفوا. تراي كلابندازول، تراي يعني 3 صح؟ تراي يعني 3، وكلاب يعني بيسقف، وكلاب يعني كلب، ف3 كلاب بيسقفوا. دواء ده بتاعت فاشولا، افتكر انها 3 كلاب بيسقفوا. اسمه تراي كلابندازول. وفي دواء تاني يا دكتور اسمه بايثونول. انا مش بتاع فارما، انا الادويه دي حافظها بالاسم وبالتركيب بتاعها، وعارف الاستراكشر بتاعها، وعارف الميكانيزم اوف اكشن بتاعها، بس طالما مش مشروحه عندك في المنهج، المعرفه قدر الحاجه. يعني انت اعرف الدواء وخلاص. عايز اشرحها لك كل واحد بيشتغل ازاي اشرحها لك، واقول لك انها بقى بتدخل على الدي ان ايه وميتوكوندريا بتاعه الدوده، هشرح لك كل كلمه فيها، ولكن انت اعرف كلمه ورد غطاها. دواء اسمه ترايكلابندازول، ودواء اسمه بايثينول. واحد جرعته 10 مللي جرام بير كي جي، والثاني 50 مللي جرام بير كي جي، ولا لهم لازمه الجرعات. انا بقول لك اهو ما لهمش لازمه، اسمع مني. طب يا دكتور افترضنا ان الفشوله ديت راحت مثلا في الليفر مثلا وعملت ليفر ابسس، راحت للبرين عملت مثلا اوبستراكتيف جوندس، عملت لك كوليسيستايتس، العيان عنده التهاب في المراره. خلاص خش على الجراحه بقى، خش على لعبتي انا بقى، مش راجل جراح. افتح حاجه عندك فيها مشكله، افتح. واحد عنده اوبستراكتيف جوندس ومعروف السبب ايه، وعنده التهاب في المراره. على فكره وانس ان القنوات المراريه التهبت او المراره نفسها التهبت او كونت حصوات، بتتشال. حصوات الكلى ممكن تتدوب، ممكن يتعمل عليها حاجه اسمها زي تردد حراري، او انها يتحمل عليها حاجه كده زي جهاز معين كده، زي جهاز صدمات، بيقعد يخبط لحد ما يدوبها وتنزل في البول. الستونز بتاعه الجول بلادر ما بتتدوبش. وانس ان انت تشخصت ان انت جول بلادر ستونز، جول بلادر انفلاميشن اللي هو الكوليسيستايتس، لا تشيل كوليسيستكتومي، بتشيل على طول. عشان كده لو الموضوع ادفانسد خش على السيرجيكال. اعمل بقى سيرجيكال. بقى سيرجيكال ايه؟ سيرجيكال ريبير. عالج بقى، هتشيل حاجه، تخش تصلح حاجه، على حسب بقى، وبرضه ما ادلكش تفاصيل فيها. يبقى التريتمنت بتاعنا في الفاشيولا ترايكلابندازول، بايثينول، وسيرجيكال تريتمنت لو الموضوع ادفانسد. هنا في الهيتروفيس برازيكوانتال، بسيطه جدا لدرجه ان حتى علاجها عامل زي علاج بقيه الديدان، برازيكوانتال. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ طيب لما اجي اقول لك، اسالك سؤال، كنترول، هل انا محتاج اقول لك كنترول؟ لا، انا قلت لك المره اللي فاتت قاعده واحده، قلت لك قاعده عشان ما تحفظش، امشي مع اللايف سايكل. امشي مع اللايف سايكل. بص انا مش حافظها، انا حافظها طبعا بس انا بشتغلك. انا همشي معاك على اساس ان انا مش حافظها، تمام؟ طيب اول حاجه اللايف سايكل بدات كادلت عايشه في الانسان، اذا ده انسان مصاب تريتمنت اوف ذا انفكتد بيرسون، وده حيوان مصاب تريتمنت اوف ذا انفكتد انيمال. ده رقم واحد. رقم اثنين، الايج دي نزلت في الستول، والستول دي احنا بنسميها اكسكريتا، التخلص الامن، سانيتري ديسبوزال اوف ذا هيومن اند انيمال اكسكريتا. بعد كده يا دكتور نزلت الميه دخلت جوه قوقع، بعمل حاجه اسمها السنيل كنترول، بتقتل القوقع وله طرق هناخدها الحصه الجايه ان شاء الله. بعد فتره يا دكتور دخلت جوه السمك، وده المود اوف انفكشن، اعمل امبروفمنت للمود اوف انفكشن ايا كان. unwashed vegetable washing الفيجيتابل، unwashed hand washing الهاند، اندر كوكد ويل كوكينج. انت فاهم اللقطه ماشيه ازاي؟ اعمل امبروفمنت وخلاص. طب وبعدين؟ ولا قبل خلصت، تصدق خلصت اللايف سايكل بس خلاص. في بقى حاجه كده اسمها مش عارف امبروفمنت ذا لايف هيلث او ذا هيلث الاغلبيه اديوكيشن، اللايف ستايل بتاع الفيشرمان، الصيادين، لان اكتر ناس اصلا بيجي لهم الموضوع ده والصيادين. عارف ليه؟ الصياد يعني مثلا بياكل سمك بعد كده بيزهق، بعد كده بيرجع يحل له تاني، فهو بيصطاد. رحله الصيد الطبيعي انها ما بتاخدش ساعتين وثلاثه، انت طبيعي انها بتاخد يومين او ثلاثه، فما بيبقاش مصطاد من خيرات الله. ومثلا هيروح ياكل طبيخ، اكيد هياكل سمك. فلما بيجي ياكل سمك، هو راجل محترم على فكره، يعني هو ما كانش عايز يبقى حلوف، ولكنه الظروف اجبرته انه يبقى حلوف. عمل ايه بقى هذا الحلوف؟ قرر ان هو ياكل سمك. طب بعدين ولا قبلين جاب نار وولع الفحم، وبعد ما ولع الفحم ولعت في ثانيه لان الهواء شديد جدا، فحط السمك وكله. طب ما هو يا دكتور ما هو كله مشوي اهو. لا، لو حد منكم بيطبخ بالذات البنات عارفين الموضوع ده، لما بتيجوا تعلوا النار وانتوا بتعملوا بانيه، ايه اللي بيحصل؟ برافو عليك، بالظبط، بيستوي من بره ويبقى ني من جوه. عشان كده دايما الحاجه لما تتحرق بيبقى لها درجه معينه. عشان كده هو هنا ما كانش قاصد ان هو ياكله ني، بس هو عمل ايه؟ هو حطه على النار، بس النار شديده جدا جدا، نار مع هواء مع فهو بيشغل النار عاليه، فسوته من بره، فبان ان هو مستوي، ولكن من جوه لسه في تيشوز ما استوتش، ما وصلهاش. التيشوز ديت لحظه السائق كان جواها انسيستد ميتا سيركاريا، فقدرت تدخل جسم الانسان. تمام؟ حد عنده مشكله في الكلام ده؟ خلصنا صح؟ ايه اللي بالصفحه؟ ايه اللي بالصفحه؟ يلا
وانا بذاكر الفشوله امبارح لقيت في اللي هي اسيمتوماتيك وكده مش عارف ايه تحت في حلزون كده. لسه هنقول النهارده ان شاء الله، هنقول الحلزون ده. هو ما اسموش حلزون على فكره، اسمه هالازون بالمناسبه يعني، بس يعني امشيه حلزون مش مشكله. طيب يلا يا ولاد، تحب انت الاسكيمات؟ ها يلا تعالى كده اما اخلص لك دايجنوزز المنهج كل الدايجنوز بتاع المنهج كله، هخليك زي القرد فيه، زي الالف فيه. طيب انا عايز اعمل دايجنوزز لاي دوده خلقها ربنا. جالي سؤال قال لي describe the diagnosis of الجن الازرق. اي حاجه. طيب انا عايز اعمل دايجنوزز ازاي؟ بص يا معلم، اي دايجنوزز في اي جزء معين في المنهج كله عباره عن 3 خطوات رئيسيه. ده انا هقول لك على قاعده حلوه قوي. لو سالك سؤال، بس ده صعب، ما عادش بيجي الاسئله اللي هي العامه دي، قال لك مانجمنت اوف فاشيولا مثلا. كلمه مانجمنت دي مش مقصود بيها تريتمنت، كلمه مانجمنت مقصود بيها دايجنوزز وتريتمنت. ده المانجمنت. فلو سالك سؤال مانجمنت او سؤال دايجنوزز او فهو عايزك تكتب كلام كتير. اي دايجنوزز عباره عن 3 خطوات، احفظهم معايا، لو عايز تكتبهم في ظهر الورقه اكتبهم. اي دايجنوزز بيعتمد على 3 عناصر رئيسيه. العنصر الاول يا دكتور هيستوري، والعنصر الثاني هو الكلينيكال بيكتشر، والعنصر الثالث هي حاجات سبيسيفيك بتختلف من كل دوده للثانيه. يعني ايه؟ يعني يا دكتور اول حاجه انا هعتمد عليها في الدايجنوزز هو الهيستوري. انت جالك مريض، ما ينفعش يجي لك المريض من قبل ما يتكلم نص اعمل تحليل يجري وتعالى. ما فيش دكتور بيعمل كده في الدنيا، صح؟ لا، لازم الاول تسمع منه. طب انا في البارة يهمني ايه في الهيستوري؟ يهمني اسمع منه معلومتين اهم من بعض. المعلومه الاولى هي المود اوف انفكشن. يعني انا بستدرجه، انت بتشتكي من ايه؟ اول حاجه المريض هيقولها لك، هيقول لك الكلينيكال بيكتشر. دكتور انا عندي مغص وعندي اسهال ومصدع وحرارتي عاليه وبهرش واعراض كتير جدا. فانت يعني هنفترض ان انت راجل بتاع باراسيتولوجي بس، فانت عايز تشخص العيان دوت هو عنده برازات ولا لا، فبتساله طب انت عملت حاجه غريبه الفتره اللي فاتت، عملت حاجه معينه؟ فقال لك والله ده انا كنت مسافر، ولما سافرت اكتشفت ان البلد اللي انا مسافر لها فيها عندهم عاده كده ان هم بياكلوا السمك من غير ما يطبخوه، فقلت اجرب معاهم. فهو الراجل هنا قال لك على ايه؟ على المود اوف انفكشن. لو انا عايز اشخص فالشوله بتاعت امبارح، والله يا دكتور انا متعود يعني ابويا وامي معودين على الحته دي، الحاجه لو ما كانتش تتاكل من الغيط على طول ما يبقاش لها طعم، بطنها. هو بيقول لك انا باكلها بطنها، فهو بيقول لك ايه؟ انا باكل انواشد فيجيتابل. فاهم؟ لا هو بيقول لك المود اوف انفكشن. فانا رقم 1 في الهيستوري مود اوف انفكشن، اللي هو انت اصلا عارفه، مش انت عارف المود اوف انفكشن بتاع كل دوده، خلاص يبقى هو مود اوف انفكشن. طب رقم 2، العيان دوت ممكن يديك حته، ممكن وممكن لا، ان هو عايش في منطقه انديميك. يعني ايه انديميك اريا دي؟ كلمه انديميك يعني منطقه موبوءه بالمرض. انا النهارده لما جيت شرحت لك الهيتروفيس قلت لك انها موجوده في مصر، صح؟ بس قلت لك 3 اماكن، منزله وبرولوس وقارون، 3 بحيرات. لو العيان قال لك ان هو من الحته دي او من الحته دي او من الحته دي، اول حاجه هتشك فيها ايه؟ هي الهيتروفيس. اذا يا دكتور اول حاجه من الهيستوري انا ممكن اطلع من العيان معلومتين. رقم 1 living in endemic area، رقم 2 مود اوف انفكشن. طب ادي اول حاجه. طب تاني حاجه الكلينيكال بيكتشر، انت المفروض ان اي دوده لما تخلص السنه هتبقى عارف ايه هي الكلينيكال بيكتشر بتاعتها، فقول له 2 3 في الامتحان. يعني انا مثلا دلوقتي طالب مني بيقول لي يا دكتور لو سمحت وات از ذا دايجنوزز اوف هيتروفيس. ايه هي الستبس اللي انت هتشخص بيها الهيتروفيس؟ هقول له والله يا دكتور رقم 1 كلينيكال بيكتشر، نوزيا وفوميتنج ودايريا وابدومينال بين. يعني العيان لما جالي قال لي ان هو عنده كذا وكذا وكذا وكذا، فانا شخصت العيان ان هو كذا. رقم 2 هيستوري. هيستوري في ايه؟ هيستوري ان هو عايش في البرولوس والمنزله وقارون، وهيستوري اوف ايتنج اندر كوكد او اندر سولتد بولتي اند بوري. في مشكله في الكلام ده؟ يعني انا في الامتحان هقول له ايه هو المود اوف انفكشن، هقول له ايه هي الانديميك اريا اذا كانت معروفه، وهقول له ايه هو الكلينيكال بيكتشر. تخيل ده كله قلناه واحنا ما نعرفش اي كلمه عن الدايجنوستس. تخيل، متخيل اللقطه؟ تحفه. طب وبعدين؟ طب في حاجه بقى سبيسيفيك. السبيسيفيك ده يا دكتور عباره عن حاجتين، هم بصراحه هم اكتر من حاجتين، يعني بامانه هم اكتر من حاجتين، ولكن خلينا نمشيها شابتر بس. ايه بقى الحاجه السبيسيفيك؟ مش احنا في كل دوده لما بنيجي نرسم اللايف سايكل لازم اسالك على حاجه اسمها الدايجنوستيك ستيج، صح؟ طب ما خلاص، ما اكيد دورها بقى هنا، اكيد دورها هنا، صح؟
اول حاجه في السبيسيفيك يا دكتور ان انا بعمل ديتكشن اوف الدايجنوستيك ستيج ان المكان بتاعها. بشرح كلام عام. انا هقول له رقم واحد، لا دايجنوستيك ستيج المرحله من مراحل الدوده اللي انا بتساعدني على التشخيص. مش احنا عندنا هنا الدايجنوستيك ستيج ايج انستول بس، يبقى انا بدور على الايج انستول. انا بدور هنا على الايج انستول اللي هي اسمها ايه؟ بدور على الدايجنوستيك ستيج في المكان الخاص بيها. افرض في مره كانت الدايجنوستيك ستيج دي لارفا ان سبيوتم، خلاص يبقى ديتكشن اوف لارفا ان سبيوتم. انا مش عايز اقول لك دور على حاجه في الستول، افرض مش كلها ستول، انا بديك قاعده، انا بعمل سكيم يا اولاد، انا بديك قاعده تمشي عليها على طول. عشان كده بقول لك دور على ديتكشن اوف الدايجنوستيك ستيج في المكان الخاص بيها. في مشكله؟ جميل. طب ورقم 2، الدوده لما دخلت جسم الانسان هي بالنسبه لجهاز المناعه جسم مألوف ولا جسم غريب؟ غريب. والجسم الغريب احنا بنسميه انتيجين، واي انتيجين في الدنيا بيطلع قصاده اجسام مضاده اسمها انتي بودي. لو انا قدرت اعمل ديتكشن اوف الانتي بودي دي يبقى انا واد مفيش مني اتنين. يعني انا بعمل شويه اختبارات كده انتي بودي، الانتي بوديز اللي في الجسم كتيره جدا، اشهرهم الاميونوجلوبولينز اللي هي كلمه ماجد، الام والاي والجي والاي والدي. انا المفروض لما باجي ادرس حاجات معينه يا دكتور، لما باجي ادرس حاجات معينه لا ساعتها انا بعرف ان مثلا والله لو الاميونوجلوبولين دوت موجود برقم معين يبقى العيان دوت عنده الدوده دي. فيبقى انا بعمل ديتكشن اوف الدايجنوستيك ستيج في المكان الخاص بيها، وبعمل ديتكشن اوف الانتي بوديز. الانتي بوديز ديت اشهر اختبارين او اشهر طريقتين بشخص بيهم الانتي بوديز، ودكتور احمد عصام هيشرحه لكم بالتفصيل شابتر الاميونولوجي. واحد اسمه إلايزا، واحد اسمه اي هات. مش عايز اقول لك ان إلايزا دوت معناها اميون لينكد او انزيم لينكد اميون سوربنت اساي، والاي هات دوت معناها اندايركت هيمو اجليوتينيشن تيست. ملهاش لازمه، اختصار بس إلايزا واي هات. تمام؟ الاسماء كلها هتاخدها بالتفصيل، انت تيجي تشرحها لي بعد كده، انا اقول لك انا مش فاهمها انت تيجي تشرحها لي. يبقى انا يا دكتور عشان اشخص اي دوده في الدنيا، اي دوده او بروتوزوا، تريماتود سيستود نيماتود بروتوزوا، اشخصها ازاي؟ بثلاث خطوات. اول خطوه الكلينيكال بيكتشر، قول له 2 3 من اللي انت عارفهم. تاني خطوه الهيستوري، واللي هعرف منها حاجتين، هو عايش في منطقه انديميك ولا لا، والمود اوف انفكشن بتاع الدوده. هناخد مثلا في مره من المرات ان بعض البروتوزوا او بعض الديدان بيجي عن طريق قرصه الحشره. فممكن مثلا واحد يجي يقول لي والله يا دكتور انا كنت في دهب الاسبوع اللي فات. انا عارف ان دهب في الفتره ديت بيبقى منتشر فيها نوع حشره معين، اذا انا هشك ان العيان دوت عنده الحاجه دي، ما ده مود اوف انفكشن. يبقى انا قلت الكلينيكال بيكتشر، قلت الهيستوري سبيسيفيك، بدور على الدايجنوستيك في المكان الخاص بيه. يعني لو الدايجنوستيك ستيج ايج انستول يبقى ديتكشن اوف ايج انستول. تخيل تعمل كده بس هتضيف كلمه ديتكشن اوف بس، ديتكشن اوف ايج انستول، ديتكشن اوف ايج ان يورين، ديتكشن اوف لارفا انسبيوت على حسب. والحاجه الثانيه دور على الانتي بودي بالإلايزا والاي هات. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ حد عنده مشكله في الكلام ده؟ بس خلاص خلصت. ادي الدايجنوز. طب ممكن بقى ناخد حاجات سبيسيفيك كده لكل دوده. ابدا بالهيتروفيس لانها تافهه. في الهيتروفيس انا هعمل ايه؟ انزل تحت كده خالص في الجدول، تحت في الجدول كده انزل مكتوب ايه؟ بص يا اولاد، في الهيتروفيس بيقول لك اول حاجه دور على الايج في الستول. يعني في الهيتروفيس بيقول لك دور على الايج في الستول، بس بيقول لك احيانا الايج دي بتبقى قليله، فاستخدم حاجه اسمها كونسنتريشن ميثود، طريقه مركزه. طرق كده يا دكتور معينه. هات كده معلش انا بتكلم دلوقتي في الصفحه دي اهي هنا الصفحه دي الجنرال انا كتبته اهو. بعد كده ده تشخيص خاص بالفاشيولا، ده تشخيص خاص بالهيتروفيس. تعالى كده نبدا بالهيتروفيس. الهيتروفيس سهله خالص. اول حاجه مش انا قلت لك السبيسيفيك ايج انستول وانتي بودي؟ هو كاتب لك دور على الايج في الستول ودور على الانتي بودي. الانتي بودي بالإلايزا والاي هات، والايج انستول دور عليها. بس احيانا لو الانفكشن ده لايت يعني خفيف ممكن ما تلاقيش الايج، او الايج يبقى نازله بسيطه خالص، فبنعمل حاجه اسمها كونسنتريشن ميثود. طرق كتير كده يا دكتور بتخليني اقدر اعمل كونسنتريشن. هشرح لك كده طريقه منهم بسرعه عشان بس تفهم يعني ايه الكلمه، عشان بس ما تبقاش بتحفظ وخلاص. انا هجيب عينه ستول حلو، وهعمل حاجه اسمها السيديمنتيشن ميثود. سيديمنتيشن يعني ترسيب. يعني انا هجيب عينه الستول ديت وابدا ادخلها جوه جهاز، الجهاز دوت سنترفيوجيشن، بيلف يلف 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 يلف، فيبدا يقسم الكونتنت بتاع الستول على طبقات بناء على الكثافه. اللي كثافتها تقيله تنزل تحت، واللي كثافتها خفيفه تطلع فوق. من اتقل الكثافات اللي ممكن تشوفها في عينات الستول هي البارازيتيك ايج. فساعتها انت بتعمل ايه؟ انا قسمت والله الفود ماتيريال فوق، والحاجات اللي علاقه بالاكل فوق، والانزيمات فوق، مش عارف ايه، وانزل انزل انزل، بس بلاقي تحت كده حاجه كده موجوده في التيوب بتاعتي، حاجه كده مشهوره جدا. ساعتها ممكن اخد انا منها العينه واحطها تحت الميكروسكوب. انت فاهم انا عملت ايه؟ انا كثفت العينه.
انا جبت العينه بدل ما انا هدور في 5 6 جرام، لا ده انا هدور في 10 مللي جرام، في 15 مللي. انت فاهم اللقطه؟ فانا هنا بعمل كونسنتريشن ميثود. ايه هو الكونسنتريشن؟ مش علينا خلاص شكرا. وادور على الانتي بادي عن طريق الايزا والايهات. عندك مشكله في الكلام ده؟ طب خلصنا. طيب تيجي بقى الفشوله بقى، وهي لطيفه جدا في الفشوله على فكره. هو كاتب كلام كتير ولكن كلهم اسهل من بعض، كلهم اتفه من بعض. ابدا يا عم رقم 1 بالدايجنوستيك ستيج اللي هي الايج انستول. مش الدايجنوستيك ستيج بتاعه الفشوله اسمها ايج انستول؟ دور على الايج انستول. هو بيديك معلومه كده رخمه قوي، يقول لك على فكره في المرحله الكرونيك اللي الادلت بيكون موجود فيها في البلياري سيستم، انت ممكن تلاقي الايج دوت نازل في الستول، او تلاقيه في الديودينم، او تلاقيه في البلياري باسج. ليها قيمه المعلومه دي؟ يعني انت شايف انها ليها قيمه؟ يا عم دور على الايج في الستول وخلاص. انت يعني ليه بتعقدني في حياتي؟ ما هو اكيد انا عارف كون ان انا عندي ادلت بتبقى عايشه هنا، هيتجوزوا ويخلفوا هيعملوا ايه؟ هينزلوا ايج، الايج ده هينزل فين؟ في الستول، فهيعدي على البلياري باسج، بعد كده ينزل في الديودرم، بعد كده ينزل في الستول. يبقى انا ممكن الاقي الايج في الستول، وممكن الاقيه في الديودرم، وممكن الاقيه في البلياري باسج. كلام فاضي يعني، فاهم؟ كلام منطقي ملوش لازمه، ملوش اي لازمه بجد. يبقى اول حاجه ادي كده الايج انستول. طب رقم 2 بيقول لك بقى هنا الانتي بادي، معلش لازم تقف فيها وقفه صغيره في الفشيوله، وقفه كده صغيره. معلومه اعرفها، الايج اوف فشيوله عشان تظهر في الستول محتاجه من 5 ل 6 اسابيع من الانفكشن. يعني ايه؟ يعني معاليك بعد الشر حصل لك انفكشن، انا جالي انفكشن، قعدت اسبوع مثلا اسيمتوماتيك، وبعد كده بدات تظهر عليه الاعراض من الاسبوع الثاني او الثالث او الرابع. لو انا رحت في الفتره دي للدكتور، والدكتور شك ان انا عندي فشيوله وعمل لي تحليل براز، مش هيلاقي ايج في الستول، لان الايج ما بتبداش تظهر في الستول غير من الاسبوع الخامس للاسبوع السادس. ساعتها الدايجنوستيك ستيج هتفيدك في حاجه؟ اذا لازم ادور على حاجه اسرع، هي مش دقيقه 100% ولكن اسرع، بتظهر تقريبا من اسبوعين او 3 اسابيع بعد الانفكشن. ايه هي؟ الانتي بودي. يعني الدوده عشان تبدا تطلع ايج ينزل في الستول، لو انت تفتكر لا كانت قصتها طويله، كانت بتنزل ماوث، فارنكس، اسوفيجاس، ستومك، بعد كده انتستين، بعد كده تنزل لتحت شويه، بعد كده تلاقي نفسها مش لاقيه نفسها، فتروح جايه طالعه تاني عند الامبولا اوف فاتر، تطلع في الكومن بايل داكت، تتحول لادلت، وبعد كده الادلت تبدا تعمل مرض، بعد كده تبدا تخلف وتتجوز وتخلف وتطلع جيل جديد من الايج ينزل في الستول. الموضوع ده بياخد له حوالي من 5 ل 6 اسابيع. فلو جالك المريض قبل 5 6 اسابيع الايج انستول مش هيبقى له قيمه. لا ساعتها بقى بتدور على الانتي بودي. جهاز المناعه بيتعرف عليها في خلال اسبوعين 2 بس، فيبدا يطلع اجسام مضاده بعد اسبوعين 2 بس. عشان كده انت لو دورت على الانتي بودي اللي هي اجينست الفشيوله سواء بالالايزا او بالايهات هتلاقيها بوزيتيف. يبقى بص هو بيعمل ايه. لو انا عايز اشخص الفشيوله، سيبك من الكلام المكتوب، سيبك منه خالص، انا هقراه لك دلوقتي، بس ركز معايا. الفشيوله مرت بكام مرحله؟ 4. اول مرحله كانت بدون اعراض اسيمتوماتيك. تاني مرحله هي مرحله المايجريشن او الاكيوت ستيج، ودي اللي كانت بتهاجر فيها وهي لسه سيركاريا. تالت مرحله هي مرحله الاستقرار او الكرونيستي او الكرونيك ستيج، ودي المرحله اللي بدات تعمل فيها الاعراض بتاعتنا. بعد كده المرحله الرابعه بدات تروح لاماكن مختلفه اكتوبيك. لو انا عايز اشخص العيان دوت في المرحله الاسيمتوماتيك او الاكيوت، مين يفيدني؟ ايج انستول ولا انتي بودي؟ تاني لو انا عايز انتوا صح على فكره. لو انا عايز اشخص العيان دوت يا دكتور في المرحله الاسيمتوماتيك او الاكيوت، مين اللي هتفيدني؟ ما هي المرحلتين دول بيبقوا لسه اول اسبوعين او 3 قبل 5 اسابيع، وانا عارف ان الايج ما بتنزلش في الستول غير بعد 5 اسابيع. يبقى لو انا عايز اشخصها في البدايه مين يفيدني؟ الانتي بودي. دور على الانتي بودي يا دكتور. انتي بودي على فكره اختبار دم، انت بتسحب عينه دم وتبدا بقى تدور على الاميونوجلوبولينز ونسبه وتناسب ورقم معين. لو الرقم ده موجود يبقى ده غالبا فشيوله، لا ده غالبا بكتيريا، لا ده غالبا فنجاي، على حسب علماء بقى المناعه اللي يفيدونا في حاجه زي كده. عشان كده يقول لك الانتي بودي انديتكشن حلوه جدا انك تشخص بيها المرض في اول اسبوعين او 3 اسابيع. وكمان وطبعا ده سببه ان الايج نفسها ما بتنزلش في الستول غير بعد 5 اسابيع. لا ده خد بقى النتيجه اللطيفه قوي دي. بص النتيجه اللطيفه دي. الانتي بودي بتعتبر بروجنوستيك تيست. يعني ايه كلمه بروجنوزز؟ انا عايز الحركه دي بس هي الحركه دي. بروجنوزز يعني كده
يعني انا بتابع بيها المرض. عارف ليه؟ العيان ده يا اولاد، العيان بتاع الفشوله ده او اي عيان بصفه عامه ممكن يكون عنده مرض وانت شخصته واديته العلاج بتاعه الترايكلابندازول والبايثينول والسيرجيك، عملت له كل حاجه. طب انا عايز اعرف العيان ده خف ولا ما خفش. لو عملت له ايج انستول هتلاقي الايج لسه بتنزل. لو عملت له ايج انستول هتلاقي الايج لسه بتنزل. امال مين اللي يفيدك؟ الانتي بودي. الانتي بودي بيقول لك من 6 ل 12 اسبوع بيبدا يبقى بلاتو كده، يعني هو بيبقى اول حاجه طالع طالع طالع، بعد كده بلاتو افكت، بعد كده يبدا يحصل له ديسابير. يعني دوت بيعرفك السكسس اوف ذا تريتمنت. يبقى الانتي بودي بتاع الفشوله هم كلمتين، بيساعدني ان انا اشخص المرض بدري لان الايج ما بتظهرش في الاستول غير بعد 5 أو 6 اسابيع. فيها مشكله؟ وبيساعدني اعرف اذا كان العلاج جاب نتيجه ولا لا لان كميتها او نسبتها بتقل من 6 ل 12 اسبوع. فيها مشكله؟ كلمتين بس، مش عايز منك اكتر من كده. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ يبقى اول حاجه ايج انستول ماشي، او ديودينم او بيلياري كلام فاضي. ديتكشن اوف الانتي بودي لازم تعرف انها كويسه جدا في الاول لان الايج ما بتظهرش قبل 5 6 اسابيع. لازم تعرف انها حلوه جدا بتعرفني اذا كان العلاج جاب نتيجه ولا لا لانها بتبدا تختفي من 6 ل 12 اسبوع. في مشكله يا ولاد في الكلام ده؟ حد عنده مشكله في الكلام ده؟ طيب اسالك سؤال، الفشيوله الهابيتات بتاعها كان ايه؟ ركز معايا، خلاص انا خلصت والله. كان البيلياري سيستم صح؟ الانتراهيباتيك بايل داكت. يعني كانت الفشيوله دايما بتعيش في منطقه البايل داكت والجول بلادر، وكمان احيانا جوه الليفر، جوه البايل داكت اللي بتبقى موجوده جوه الليفر صح؟ طيب الفشيوله ديت كانت بتعمل كولنجايتس وكوليسيستايتس واوبستراكتيف جوندس صح؟ طب كون انها بتعمل اوبستراكتيف جوندس، جوندس ده اصلا تعريفه بالعربي ايه؟ صفرة. طب تعريفه ايه انجلش؟ زياده نسبه البايل سولت والبيليروبين في الدم. يبقى لو انا عملت تحليل عشان اشوف فيه البايل سولت والبيليروبين هلاقيها عامله ايه؟ ادي اول حاجه عاليه صح؟ طيب كون يا دكتور ان الدوده عايشه جوه الليفر سيلز، يعني عايشه جوه الليفر بارينكيما او جوه البايل داكت اللي جوه الليفر، وعماله تكسر فيه تدغدغ في الليفر، تكسير 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 تكسير، ايه اللي هيحصل؟ هتبدا يا دكتور بعد فتره الليفر دوت بيطلع انزيمات، ليفر انزيمز. هتبدا الانزيمات ديت لما تلاقي الخليه اتكسرت ما بقاش لها مكان، فتبدا تنزل في الدم، فتلاقي نسبتها عليت في الدم، فتلاقي الليفر انزيمز عليت هي كمان. يبقى البايل سولت هتلاقيها عليت والليفر انزيمز هتلاقيها عليت. طبيعي، ما هو ده سبب التكسير. اي اورجن على فكره عشان اعرف اذا كان بيتكسر ولا لا ابص على الانزيمات بتاعته. هم بيشخصوا جلطه القلب ازاي؟ كاردياك انزيمز. فكرتها ايه؟ القلب شغال في لحظه معينه، في خليه من الخلايا ما عادش بيوصل لها دم، الشريان اللي بيغذي الحته ديت حصل فيه جلطه، فالحته دي ما بقتش شغاله، فالخليه هتبدا تتدمر. الخليه دي ربنا خلقها جواها انزيمات، لما دمرت الانزيمات ما عادش ليها لازمه فتبدا تترمي في الدم. فساعتها لما اجي اعمل كاردياك انزيمز العيان اللي عنده MI هلاقي الكاردياك انزيمز عاليه، ده معناها ان العيان دوت عنده جلطه. حد فاهم اللقطه ماشيه ازاي؟ يبقى العيان دوت يا دكتور عنده زياده في البايل سولت، عنده زياده في الليفر انزيمز، وحاجه بقى قاعده ثالثه خدها مني لحد اخر المنهج. ايه بقى لحد اخر المنهج؟ البارازيتيك انفكشن. حد عارف اصلا الوايت بيسيس كام خليه؟ كرات الدم البيضاء كام خليه؟ هم 5. في 3 شبه بعض، في النيوتروفيل والبيزوفيل والايزينوفيل، دول 3 شبه بعض، وفي الليمفوسايت والمونوسايت صح؟ دول الخلايا الاساسيه. الخليه اللي بتزيد في حالات البارازيتيك انفكشن هي الايزينوفيل. اذا لو انا بشرح حاجه في التريماتود قول ان الايزينوفيل عاليه اسمها ايزينوفيليا. لو انا بشرح حاجه في السيستود قول ان الايزينوفيل عاليه ايزينوفيليا. لو انا بشرح حاجه في النيماتود اي دوده، انا ما قلتش اي بارازايت. شوف انا كلامي واضح ازاي؟ يعني يا دكتور انت بعد شويه بعد ما تخلص شابتر الديدان ده اللي هو تريماتود وسيستود ونيماتود هتشرح حاجه اسمها بروتوزولوجي. ما تجيش تقول لي في البروتوزوا اصل في ايزينوفيليا، لا ما قلتش كده. انا قلت في الهيلمنثولوجي في شابتر الديدان التريماتود والسيستود والنيماتود اللي ال3 دول بيزيد معاهم خليه مناعيه اسمها ايزينوفيل، عشان كده بيحصل ايزينوفيليا. عشان كده في الكلينيكال بيكتشر بتاع الفشيوله قال لك ان في المرحله المايجراتوري التوكسينز دي لما راحت الدم عملت فيفر وارتكاريا وايزينوفيليا. ساعتها قلت لك هشرحها لك الحصه الجايه. لان عندي خليه مناعيه مشهوره جدا 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 بتزيد في حالات الهلمنثيك انفكشن الا وهي الايزينوفيل، وكلمه زياده معناها ايليا ايزينوفيليا، نقصان اسمها بينيا.
تمام؟ فدي كده اسمها ايزينوفيليا. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ يبقى يا دكتور دور على الايج انستول، دور على الانتي بودي، وانت فهمت اللعبه انها الايج ما بتظهرش قبل 5 6 اسابيع، بتختفي بعد 6 ل 12 اسبوع. ده الانتي بوديز. رقم 3 في 3 حاجات عندي بيزيدوا، 3 حاجات عندي بيزيدوا. البايل سولت لان العيان ده عنده جوندس. الانزيمات الليفر لان الليفر بيتكسر. انا قلت لك في من ضمن المراحل حاجه اسمها الليفر روت، تعفن الليفر صح؟ ورقم 3 الايزينوفيليا. طيب العيان دوت يا دكتور لو انت عملت له اشعه، احسن اشعه ممكن تتعمل هنا هي السونار. ابسطهم سونار. اعمل سونار. السونار ده هتلاقي فيه ايه؟ اول حاجه هتلاقي فيه جول بلادر انلارجمنت. مش انت عندك الدوده بتقفل الحته دي صح؟ فساعتها الجول بلادر بتطلع بالروبن فما بيعرفش ينزل فيرجع تاني، فتبدا الجول بلادر حجمها يكبر. كمان شويه حجمها يكبر. امبارح قعدت اشرح لحد ما فيك حد منكم قال لي ايه؟ هتفرقع. قلت لك ايوه بس هي مش هتسيب نفسها تفرقع، ده هي هتبدا تطلع البيلروبين ده في الدم. فلما انت تيجي تعمل سونار اول حاجه هتلاقي ان الجول بلادر انلارجمنت. طب رقم 2 انا شايف ان في كلكيعه موجوده هنا. الكلكيعه دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن دوده وحواليها انتي بودي. بس انا راجل بتاع سونار، انا هعرف اذا كانت دوده ولا مش دوده؟ انا شايف ان في كلكيعه قافله البايل داكت، فانا هسميها ايه؟ ستون. ما دي كده تعتبر ستون صح؟ دي حصوه، فانا هعتبر ان الدوده دي حصوه. يبقى انا هلاقي 3 حاجات. اول حاجه هلاقي حاجه اسمها الجول بلادر انلارجمنت. بص يا دكتور يا اولاد انا عارف ان انتوا هنكتوا، والله العظيم عارف ان انتوا على اخركم، عارف، بس يعني اصل هي لازم تتقال، يعني انت فاهم، يعني مش هسيب برضو دي في اخر حاجه هقولها، يعني هقولها ان شاء الله حتى تبقى اسمها الحته ديت اونلاين. انا عندي البايل داكت بتبقى عامله كده، والجول بلادر بتبقى عامله كده. حلو؟ الدوده يا دكتور هتبقى موجوده هنا، بيطلع عليها بعض الاجسام المضاده للانتي بودي، فبيقفلوا الحته دي. لما الحته دي بتتقفل بيبدا يا دكتور الجول بلادر يحصل فيها اللارجمنت، لان المفروض ان الجول بلادر دي بتصنع بالروبن، بيمشي يرجع تاني، يدخل يرجع تاني، فتبدا الجول بلادر دي تكبر 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 تكبر. عشان كده العيان ده بيبقى عنده جول بلادر اللارجمنت وبيبقى عنده ستونز. هسالك سؤال، هي دي ستون؟ دي ستون؟ دي حصوه؟ دي مش حصوه، ده عباره عن دوده محاطه بانتي بودي اللي احنا بنسميها جرانيلوما، ولكن انا ظنيت من السونار انها ستونز. طيب الحته بقى اللي جايه دي عايزه تخيل ابن لذينه، تخيل مرعب. يعني لو انتوا فهمتوها يا ولاد من مره واحده تبقى انتوا عباقره. الضغط اهي، البايل ضغط اهي، حلو؟ انا هقفلها بستون من ناحيتي. البيلروبين جاي لقى الطريق مقفول فرجع تاني. افرز فطلع لقى الطريق مقفول فرجع تاني. الضغط بقى نفسها، الضغط نفسها فيها ايه؟ فيها بيلروبين رايح وبيلروبين راجع، بيلروبين رايح وبيلروبين راجع. يعني الضغط بدل ما هي شكلها عامل كده، لا بص هتبقى عامله ازاي؟ بقت دايليتد تورشوس، بقت عامله زي الدوالي. ليه؟ حاجه داخله وحاجه راجعه، حاجه بتخبط فوق وحاجه بتخبط تحت، فبقت البتاع عامله بالمنظر ده. اول واحد بص عليها كان راجل متخلف، قال لك ايه؟ بص قال لك ده عامله شبه الاولمبيك رينجز. ايه؟ متخلف بجد. قال لك اصل بص المنظر ده عامل شبه الدواير بتاعه الالعاب الاولمبيه. هو لا هو شبه الدوائر بتاعه الالعاب الاولمبيه ولا انت فاهم اي حاجه، بس احنا للاسف بنشيل غباء الاخرين. فقال لك دي حاجه اسمها اكستنت اوف باثولوجيكال تشينج، يعني لما حصل ان الدوده قفلت الضغط والبايل ضغط حصل فيها انلارجمنت، هنا بقت الدنيا هنا مليانه متعبيه، وكل شويه حاجه داخله وحاجه خارجه وحاجه داخله وحاجه خارجه وحاجه داخله وحاجه خارجه. وصلت لمرحله ان انا بقى عندي البايل داكت دايليتد وتورشوس، فبقت عامله شبه الكور بتاعه الالعاب الاولمبيه، فبيسموها الاولمبيك رينج ساين. ده سؤال ام سي كيو. اولمبيك رينج ساين. في مشكله في الكلام ده؟ خلاص احنا كده خلصنا. الحلزون ثانيه خلصنا بقى. عايزين نعرف الحلزون ده. طيب معلش بس جنب كلمه الترا ساوند بعد اذنكم، انا هقرا معاكم مذكره دلوقتي، بس جنب كلمه الترا ساوند اكتب بس كده جنبها ان احنا ممكن نعمل حاجه اسمها سي تي اللي هي الاشعه المقطعيه، وممكن نعمل حاجه اسمها اركب، وممكن نعمل حاجه اسمها مركب. سي تي واي ار سي بي وام ار سي بي. بالظبط. سي تي دي اللي هي المقطعيه، الاي ار سي بي دوت بيبقى عباره عن منظار للقنوات المراريه.
الام ار سي بي ده عباره عن زي رنين بيتعمل للقنوات المراريه، ماشي؟ ما علينا، المهم يعني ان هو ايه، شويه حاجات بتعمل. يعني انا عشان اعمل اشعه ممكن اعمل سونار، ممكن اعمل مقطعيه، ممكن اعمل ادخل بمنظار، ممكن اعمل رنين. في مشكله في الكلام ده؟ لا. بس خلاص احنا كده خلصنا، يعتبر خلصت. ادي الدايجنوز. يبقى الدايجنوز يا ولاد عباره عن ايه؟ 3 كلمات. 3 كلمات. كلينيكال بيكتشر وهيستوري وسبيسيفيك. الكلينيكال بيكتشر قول اي 2 3، ما تكتبليش في الامتحان كلينيكال بيكتشر كلها، لا خليك واد مميز، حاجه مميزه، حاجه اللي هي ايه، ميكويد دايريه، كولينجايتس وكوليسيستايتس وبستراكتيف جوندس، الحاجه اللي هي مميزه للدوده دي. طب الهيستوري قول لي مود اوف انفكشن، ولو في انديميك اريا قولها، ما فيش انديميك اريا اكتبها زي ما هي كده، ليفنج ان انديميك اريا. طب السبيسيفيك دور على الدايجنوستيك ستيج ودور على الانتي بودي، هم دول اللي موجودين في الفشيوله. بس في الفشيوله في 3 حاجات بيزيدوا، الليفر انزيمز والبايل سولت و الايزينوفيل اللي هي الايزينوفيليا. فعلى مستوى الاشعه بلاقي 3 حاجات، بلاقي ستون وبلاقي جول بلادر انلارجمنت وبلاقي حاجه اسمها الاولمبيك جيم رينجز ساين. طيب حد عنده مشكله في الكلام ده؟ طيب هستاذنكم، انا خلاص والله خلاص، هاخد بس ريست دقيقه واحده والله، واشرح لك قصتين احلى من بعض. طيب يلا يا اولاد، عايز حد بس يشوفني انا باين في الكاميرا كده وانا قاعد ولا لا؟ باين؟ طيب تعالى كده اما اشرح لك قصتين كده ايه من وحي الخيال، مش من وحي الخيال ولا حاجه، بس قصص من اللي انت بتحبها. اقفل بقى الكتاب، اقفل الكتاب خالص. حد شاطر قوي 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 يعني يراجع معايا حصه الفشوله بتاعت امبارح دي. هسالك سؤال، مين الهابيتات بتاع الفشوله؟ البايل داكت، الانتر هيباتيك بايل داكت. طيب مين الديفينيتيف هوست بتاع الفشيوله؟ المان. طب مين الانترميديات هوست؟ كان سنيل اسمه ايه؟ ليمنا، ترانكاتولا وكالودي، صح؟ ماشي. مين الريزرفوار هوست بتاع الفشيوله؟ بتاع الفشيوله هيباتيكا كان ايه؟ شيب. والفشيوله جاجانتيكا كاتل، صح؟ طيب كفايه. لما اجي اسال حضرتك، انت قلت لي ان الفشيوله بتعيش في الليفر بتاع المان او الانترا هيباتيك بايل داكت بتاع المان، اذا بتعيش في الانترا هيباتيك بايل داكت بتاع الشيب لو هي هيباتيكا، او في الكاتل لو هي جاجانتيكا، صح؟ طيب حلو قوي. بتعيش كصوره ايه؟ يعني ايج ولا ميراسيديوم ولا سبروسيست ولا ريديا ولا سيركاريا ولا سيميتا سيركاريا ولا ادلت؟ ادلت. جميل. بعد فتره الادلت دول مش هيتجوزوا ويخلفوا، هيطلعوا جيل جديد من ايه؟ ايج. الايج ده في الاول هيبقى في الليفر، بعد كده ينزل للستول، بس في الاول بيبقى في الليفر مكان ما ابوهم موجودين، صح؟ طيب زي ما الادلت بتاعت الفشيوله عايشه جوه الليفر اوف مان، هي عايشه جوه الليفر اوف شيب اند كاتل. وزي ما الايج بتاعت الفشيوله بتعيش في وضع مؤقت في الليفر بتاع المان، هي عايشه في الليفر بتاع المان والكاتل، بتاع الشيب والكاتل. ماذا يحدث لو اكلت كبده حيوان مصاب بالفشيوله، بس كلت حتتين كبده، واحده فيها الايج اوف فشيوله والثانيه فيها الادلت اوف فشيوله، من غير ما تقول اي حاجه انا هقول لك بقى الحته دي. احنا قصتنا عباره عن ايه؟ عشان بس تركز. والله 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 وانا قد حلفاني ان ما في امتحان فورماتيف او اند اوف موديول او اند اوف يير الا وهيجي لك فيها حته من الجزئيتين اللي هشرحهم لك دلوقتي. تخيل اهم حته في البتاع انت شرحها لي في الاخر خالص، بس لازم اشرحها دلوقتي، مش هينفع ابدا بيها المره الجايه. تاني من غير بقى ما تقرا اي حاجه، مالكش دعوه بالمذكره، مالكش دعوه بالمذكره خالص. ماذا يحدث لو اكلت كبده حيوان شيب او كتل مصاب بالفشيوله والكبده تحتوي على ايج اوف فشيوله؟ ده سؤال. ماذا يحدث لو اكلت كبده حيوان مصاب بالفشيوله والكبده تحتوي على الادلت اوف فشيوله؟ ده سؤال. طيب هسالك بقى سؤال، بص الموضوع منطقي فوق ما تتخيل. هاكل انا كبده حيوان بس رو، يعني اندر كوكت، بتحتوي على الايج اوف فشيوله. ثانيه من المنطق لو انا اكلت كبده نيه فيها ايج اوف فشيوله، الايج اوف فشيوله دي مرحله قويه ولا ضعيفه؟ حلو، جميل جدا. اذا انت متوقع ان لما الايج دي تدخل جوه جسمك هتعمل حاجه؟ ضعيفه جدا جدا لدرجه انها مش هتعمل اي حاجه. فلو انت اكلت لحمه كبده نيه لا تحتوي على الايج، تحتوي على الايج، فالايج ديت مرحله ضعيفه جدا، لا تقول انها يبقى اسمها انفكتيف ستيج، فساعتها الايج دي هتدخل هتباص في الانتستين وتنزل في الاستول. جالك انفكشن؟ لا. ما جالكش انفكشن. فيها مشكله؟ لا خالص.
حظك بقى المقندل اللي بنلبس 60 نيله ان في الفتره دي جالك دور جاسترو انترايتس، عندك تعب. فساعتها انا ما اعرفش انت ايه سبب التعب بتاعك ده، ممكن يكون بكتيريال انفكشن، فيرال انفكشن، فانجل انفكشن، صح؟ فالدكتور طلب انك تعمل ستول اناليسيز. عمل ستول اناليسيز لقى الايج اوف فاشيولا. كده الدكتور شخصك ايه؟ ان انت مصاب بالفاشيولا واداك علاج والعلاج ما جابش نتيجه. هل انت مصاب بالفاشيولا؟ لا. اذا ده تشخيص خطا بالفاشيولا فيسموها فولس فاشيوليزيس. سؤال امتحان. فولس فاشيوليزيس يعني ايه بقى فولس فاشيوليزيس؟ تيجي اقولها لك انا كده، بص حافظها زي اسمي، بص كده. هقول لك كلمه وانت قول لي صح ولا غلط. الفولس فاشيوليزيس هي عباره عن بريزنس اوف فاشيولا ايج ان ذا ستول. صح ولا غلط؟ صح. صح. although there is no actual infection. صح ولا غلط؟ صح. it caused by eating raw liver of sheep and cattle containing egg. صح ولا غلط؟ it could be prevented by having the patient diet free from liver for several days and repeat the test. صح ولا غلط؟ شفت الموضوع؟ تاني فولس فاشيوليز ديت يا دكتور هي عباره عن وجود الايج اوف فاشيولا بالرغم من ان معاليك ما عندكش فاشيوليز، انت لست مصاب بالفاشيولا اصلا. سببها ان انا اكلت كبده نيه تحتوي على الايج اوف فاشيولا. طيب انا عايز اتقي شر هذا الخطا، مش عايز الغلط ده يحصل، بعمل ايه؟ انا بسال العيان هو انت بتاكل الكبده نيه؟ اه يا دكتور انا باكل كبده نيه، ده انا من عاداتنا ان احنا بناكل كبده نيه. طيب ممكن بعد اذن حضرتك نوقف الكبده دي مثلا لمده اسبوع ونعيد الاختبار تاني؟ اصل هو صادف ان العيان ده كان قبل التحليل ده بيوم ولا بيومين واكل كبده فكان فيها ايج، فالايج نزلت في الستول. العيان ده لو قعد اسبوع واحد بس ما بياكلش كبده هيعيد الستول تيست تاني او الستول اناليسيس تاني مش هيلاقي فيه الايج اوف فاشيولا. القصه دي اسمها فولس فاشيوليزيس، وفولس معناها سبيريوس. كلمه فولس معناها سبيريوس انفكشن فيسموها فولس فاشيوليزيس او بيسموها سبيريوس فاشيوليزيس. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ منطقيه جدا صح؟ منطقيه جدا جدا. يبقى لو العيان كل كبده نيه فيها فاشيولا ايج هيحصل له حاجه اسمها فولس فاشيوليزيس. هو ما عندوش فاشيولا ولكن لو صادف انه عمل تحليل ستول في الوقت ده هيلاقي الايج اوف فاشيولا. اذا هو شخص خطا على انه فاشيولا فيسموها فولس فاشيوليزيس. في مشكله؟ كلام جميل. طب نيجي للحزين الثاني. ده واحد كل لحمه كبده نيه بس اللحمه دي كانت تحتوي على الادلت فاشيولا. بالمناسبه الادلت فاشيولا دوت 3 سم و6 سم. انت متخيل الرقم؟ يعني انت متخيل ان هو يشوف حاجه 3 سم وياكلها؟ ده متخلف، يعني ده حلوف بجد بقى. بس ده هيقرر ان هو ياكل فاشيولا تحتوي على الادلت. طيب انا هسالك سؤال، الادلت فاشيولا مرحله قويه ولا ضعيفه؟ قويه جدا. ده المرحله اللي قبلها قدرت تعمل لي انفكشن اللي هي الانسيست ميديا سيركاري، دي مرحله ادلت. لا ده بص بقى الادلت دي من قوتها مش هتنزل تحت. يعني مش تنزل تحت، مش انت بتاكل، مش في ماوس، بعد الماوس في فارنكس، الادلت هتسيب الماوس وتلزق في الفارنكس، هتبدا تعمل لك اكيوت فارنجايتس. هتلزق الدوده نفسها هتلزق في الفارنكس اللي موجود هنا اللي هو عباره عن انبوبه مشتركه تجمع ما بين الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي. فساعتها العيان دوت هيحصل له فارنجيال ايديما وفارنجايتس. فتلاقي العيان جاي بص جاي بيشتكي من فوميتنج بيرجع، بيشتكي من كافينج عنده كحه، بيشتكي من فيفر بسبب الفارنجايتس. ده العيان دوت ممكن يبقى عنده ديزني وسفوكيشن. العيان ده لما بيجي لنا الاستقبال بيجي لنا بالمنظر ده هيموت. احنا مش فاهمين في ايه. انت متخيل الفارنكس اللي هو قد كده في كذا دوده لازقين في سقف البق عاملين فارنجايتس، فالفارنكس بقى ايديميتاس بقى مليان بقى في انفكشن مرعب. فالعيان دوت وصل لمرحله انه بقى عنده اكيوت فارنجايتس which equal ديزني اند سفوكيشن اختناق، ممكن يحصل ديث. القصه اللي انا بشرحها دي اسمها ايه؟ اسمها هالازون. يبقى لما العيان ياكل كبده نيه احتمال يحصل حاجه من اتنين. لو الكبده فيها ايج مش هيحصل حاجه، ولكن هتشخص خطأ لو صادف ان انت تعمل تحليل، فساعتها هتتشخص ان انت عندك فاشيولا وانت ما عندكش فاشيولا، يبقى اسمها فولس فاشيوليز. طب لو العيان اكل كبده نيه تحتوي على الادلت فاشيولا، ساعتها الادلت من قوتها مش هتستنى تنزل تحت، هي الله
طب هو فرق ايه بقى الانتستين عن الاستومك عن الفرنك؟ ما الفرنكس حلو وجميل اهو، تروح جايه لازقه في الفرنكس فتعمل لك اكيوت فارنجايتس سفوكيشن وبتاع. انت عارف البتاع ديت برغم انها خطر جدا وكده، عارف علاجها ايه؟ هتستغرب. حاجه اسمها جارجلينج وذ الكحول. عارفين غرغره الاسنان؟ عارفين الغرغره دي؟ تخيل عيان يكون جاي لك معلش بس روح اشتري بس غرغره وهجي لك على طول. لا يعني الموضوع مضحك صح؟ العيان بيموت بس انت تجيب له الغرغره دي مجرد بس ما بيتمضمض مضمضتين الدوده بتفقد النشاط بتاعها فتبدا تطلع مع فاهم انت الحاجات دي؟ بس خلاص. على فكره الايميتكس الحاجات اللي هي بتعمل ترجيع، الحاجات اللي هي بتخليك تطلع اللي في بطنك، الترجيع ده نفسه ممكن يطلعها فاهم؟ بس للاسف ممكن توصل لمرحله انها تبقى عامله لارنجيال اوبستراكشن لدرجه ان الطريق نفسه مقفول، الاير واي باث واي مقفول، فساعتها انت لازم تفتح فتحه في التراكيه اسمها تراكيوستومي. خلي بالك التراكيوستومي دي بيرمننت، اللي بتعمل له تراكيوستومي ما بيرجعش منها، هيفضل طول عمره في التراكيوستومي وخلاص بقى بيفقد قدرته على الكلام وبيفقد على كل حاجه وبيعيش بيها طول عمره، ودي حاجه مأساويه جدا. القصه اللي انا بشرحها لك دي اسمها ايه؟ اسمها هالازون. الهالازون ده زي ما بيحصل باكله الكبده النيه اللي تحتوي على الادلت فاشيولا، بيجي برضو عن طريق اكل لحم الارانب والخرفان التي تحتوي على نوع من انواع الحشرات اسمها لينجواتيولا سيريتا. سيبها لي بقى دي الحصه الجايه ممكن؟ سيبها لي بس الحصه الجايه، يعني هي بس النقطه دي الحصه الجايه ولا وبعد كده خلاص يبقى احنا خلصنا. يبقى الهالازون يا دكتور اقرا كده اللي مكتوب عند حضرتك في الهالازون. ممكن تقرا كده اللي مكتوب عند حضرتك في الهالازون؟ اقرا كده اللي مكتوب عند حضرتك في الهالازون. طيب ingestion of raw liver والadult fasciole. موضوع سهل خالص. بص كده الموبايل هنج ماشي. لا اشتغل تاني. قال لك الهالازون هو عباره عن بارازيتيك فرنجايتس، كلام منطقي جدا. caused by ingestion of raw liver with لا يا اولاد يلا خلصنا. ادلت فاشيولا صح؟ وبيحصل دايما في ارمينيا وفي لبنان، دول اشهر بلدين. سيبك من رقم 2 دي. الكلينيكال بيكتشر بتلزق في الميوكاس سيرفيس بتاع الفرنكس، بتعمل لك اديمه، بتعمل لك فوميتنج وكافنج وديزني وسفوكيشن. علاجه ايه؟ 3 حاجات: جارجلينج وذ الكحول، ايميتكس يعني حاجات بتساعد ان انت العين ده يرجع زي حاجات غسيل المعده كده في حالات التسمم، ورقم 3 تراكيوستومي اف نيدد. ده قصه اسمها الهالازون. مفيش امتحان ما بيجي من غير هالازون. مفيش امتحان هيجي من غير هالازون. تخيل يسيب لك الهابيتات والكلينيكال بيكتشر والديفينيتيف وسط، سيبك كل ده وهيجيب لك حته الهالازون. بالمناسبه وانت بتشرح الكلينيكال بيكتشر بتاعه الفاشيولا لازم تشرح الهالازون. لو انت رجعت صفحه واحده بس ورا، صفحه واحده، اسيمتوماتيك، اكيوت، كرونيك، اكتوبيك، رقم 5 هالازون، فانت بتشرح الهالازون. فاهم اللقطه ماشيه ازاي؟ الهالازون لانها سؤال مهم انا سبتها لك لوحدها ورا، ولكن هي بتتكتب مع الكلينيكال بيكتشر، بس هي الاغلب بصراحه انها بتيجي السؤال لوحده. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ يبقى ده كده قصه الهالازون. نقرا كده سريعا المذكره في نهايتها. احنا خلصنا كده الايه الفاشيولا وخلصنا الهيتروفيس. تعالى كده اما نشوف هنذاكر ايه او هنعمل ايه يا دكتور، احنا مش عارفين هنعمل ايه، عايزين نعرف هنعمل ايه. بص يا ولاد، في التريماتود هتلاقي اول صفحه عندك هي الجنرال كرايتيريا اللي هي شكل الادلت والسايز والكوتيك. الحاجات دي ممكن تسيبها دلوقتي خالص. ليه؟ انا عاملها في صوره مقارنه ما بين التريماتود والسيستود والنيماتود، فممكن لما نبدا ناخد السيستود ناخدها مثلا مقارنتين مع بعض. فالصفحه دي والصفحه الثانيه دي الاثنين سيبهم دلوقتي. طب انت يا دكتور لا انا عايز اذاكر كل كلمه انت شرحتها. انت شرحت ايه؟ انا ما شرحتش غير دول. شرحت ان الادلت، قلت لحضرتك ان الادلت بيبقى فلات ليف لايك. كلمه بايلاترال سيمتريكال هقولها لك بعدين. ما عندهاش بادي كافيتي ولا هي انسيجمنتد، بتبقى من ملي لسنتي. الكوتيكل اللي هو الجلد بيبقى يا اما سباين يا اما سموث. السكشوال دايمورفيزم قلت لك ان هم هيرمافرودايت، قلت لك علامه القلم دي معناها ان انت هتزود حاجه، معناها ان انت تكتب ان الميل والفيميل سكشوال اورجان موجودين في نفس الجسم ما عدا الشيستوزوم. قلت لك ان الاورجان اوف فيكسيشن هو السكر اورال او فنترال، والوحيده اللي بيبقى عندها جينيتال هي الهيتروفيس. الجي اي تي زي جسم الانسان بالظبط، وسيبك من اللي مكتوبه برده بالموف دي. والنيرفس سيستم ليها نيرفس سيستم وليها اكسكريتوري سيستم. طيب انا ما شرحتش ده كله، الديفلوبمنتال ستيجز والايج واللارفا والادلت كل ده ما شرحتوش، فما تقروش اصلا انا ما شرحتوش. تمام؟ طيب احنا بدايتنا بقى لو انت عايز تذاكر من هنا بقى، ده البدايه بتاعتنا الفعليه. هنا يا دكتور احنا بدانا ناخد الليفر فلوك والانتستينال فلوك. الليفر فلوك يا دكتور اللي هي الفاشيولا، وفيها نوعين، في حاجه اسمها الفاشيولا هيباتيكا وفي حاجه اسمها الفاشيولا جايجانتيكا. الجيوغرافيكال ديستريبيوشن موجوده في الشرق الاوسط وموجوده في مصر. اما الهيتروفيس موجوده في كل حته وبالذات في مصر، بحيره القارون والمنزله والبرولوس، ودول بحيرات بتبقى فيهم المياه بتبقى براكتش ووتر، يعني ميه مش عايز اقول كلمه راكده ولكن ميه غير جاريه، يعني ميه بتبقى هاديه، الريتم فيها هادي، مش مثلا عامله زي البحر امواج او زي النهر ميه جاريه من تحت لفوق، لا هي ميه ثابته اسمها براكتش ووتر. الهابيتات احنا قلنا الفاشيولا هي الانترا هيباتيك بايل داكت، والهيتروفيس هي السمول انتستين.
سيبك من السكندري هابيتات دي، كاني ما قلتهاش لك، انا ما شرحتهاش فما تذاكرهاش، سيبك منها. الديفينيتيف هوست، طيب الديفينيتيف هوست في الاثنين كان المان. الانترميديت هوست قلت لحضرتك ان هو ثابت في الاثنين، اللي هو سنيل، اللي هو كلمه قوقع، تمام. واحده اسمها الليمنا ترانكاتيولا، واحد اسمه الليمنا كالودي. الفاشيولا هيباتيكا كان السنيل بتاعه اسمه ليمنا ترانكاتيولا، الفاشيولا جايجانتيكا اسمه ليمنا كالودي. اما الهيتروفيس فالسنيل اسمه برينيلا كونيكا، والسمك هو البلطي والبوري، كلهم بحرف البي، كلهم بحرف الايه؟ البي. طب يا دكتور امال ايه الكلمه دي؟ هاي افينيتي تو انفكت المان، لو افينيتي تو انفكت المان. هو بيقول لحضرتك ان الفاشيولا هيباتيكا، الدوده اللي اسمها فاشيولا هيباتيكا، قدرتها على انها تصيب الانسان اعلى من قدره الفاشيولا جاجانتيكا على انها تصيب الانسان. كلمه افينيتي يعني الرغبه او القدره او التعلق، يعني هي تعلقها بانها تعمل انفكشن للانسان اعلى بكتير من الجاجانتيك. دي هاي افينيتي. يعني مثلا لو انا عندي 10 بني ادمين مصابين بالفاشيولا، هلاقي 9 منهم مصابين بالهيباتيكا، واحد بس هو اللي مصاب بالجاجانتيكا. ماشي. الريزرفوار وصل قلت لك هيباتيكا اتش وبي شيب، جايجانتيكا كاتل. طب الهيتروفيس هي الفيش ايتنج انيمال. طب الانفكتيف ستيج هما الاثنين انسيستد ميتا سيركاريا زي ما شرحنا في اللايف سايكل. الدايجنوستيك ستيج ايج انستول، هنا ايج انستول وهنا ايج انستول. سيبك من كلمه اماتيور وماتيور، هشرحها لك في لما قفلت الشابتر هشرحها لك لوحدها. المود اوف انفكشن هما الاثنين تو فيربز الايتنج، واحده باكل انواشد فيجيتابل اكواتيك بلانتس اللي هي النباتات المائيه اللي بتبقى موجوده على ضفاف الانهار، او الفيجيتيشنز الخضار زي الووتر كريس. الووتر كريس ده على فكره يا ولاد اللي هو الجرجير، الووتر كريس ده اللي هو الجرجير اللي بيحتوي على الانسيستد ميتا سيركاريا. اما هنا ايتنج برضه بس اندر كوكد او لايت سولتد فيش كونتيننج الانسيستد ميتا سيركاريا. طيب الكلينيكال بيكتشر شرحناها بالتفصيل. هنا اسيمتوماتيك اكيوت المرحله الهجره، واللي سببتها هي اللارفا. اللارفا دي اللي هي مين؟ اللي هي السيركاريا. اللارفا دي يا دكتور اللي هي السيركاريا، قلنا انها بتعمل نفده، فيفر، يورتيكاريا، وزياده خلايا الايزينوفيل اللي بتعلى في كل الايه؟ الهلمنثيك انفكشن. الكرونيك او الاوبستراكتيف ستيج كوزد باي ادلت، واللي بتطلع ماده اسمها بورولين، بيعمل كولانجايتس وكوليسيستايتس وابستراكتيف جوندس، التهاب في القنوات المراريه، التهاب في المراره، وصفرة بسبب غلق القنوات المراريه. تعمل لك بيلياري هايبربليزيا، تندر هيباتوميجالي، بورتر سيروزز، وليفر روت، وبايب ستيم ليفر. كلهم معاني الكلمه واحده، ان بيبدا يحصل تليف في الكبد. تليف في الكبد سواء كان يعمل لك الم، تعفن في الكبد، بدا يحصل تليف في القنوات المراريه، وتليف في البورتال فينز والبورتال فيسلز الموجوده في الليفر. اكتوبيك بتروح في كذا مكان، السي ان اس، الهارت، واللنج، والاستومك. طب هنا الكلينيكال بيكشر نفس الكلام، هنا اسيمتوماتيك هنا اسيمتوماتيك. هنا الاكيوت والكرونيك استبدلوا بكلمه هيفي انفكشن لانها ما راحتش في حته، هي نزلت على الانتستين على طول، عملت فيفر ويورتيكاريا وايزينوفيليا زي دول، عملت نفده زي دي، شفت زيها بالظبط. طب الاكتوبيك سببها الايج امبولاي، دي مهمه جدا، الايج امبولاي انها راحت للبرين وللهارت واللنج. يعني الاكتوبيك هنا زي هنا، انت فاهم يا ولاد؟ يعني انا كاني بقول لك دي اسيمتوماتيك دي اسيمتوماتيك. هنا في الاكيوت هي زيها زي الهيفي انفكشن، هنا فيفر وارتكاريا وايزينوفيليا، فيفر وارتكاريا وايزينوفيليا. هنا نفده، هنا برضو كلمه نفده اللي هو قسمها لكلمتين. الاكتوبيك قلت لك انها سي ان اس وهارت ولنج وستومك، هنا سي ان اس وهارت ولنج، ولو عايز تزود ستومك زودها، مفيش مشكله في الكلام ده. تريتمنت هنا ترايكلابندازول، بايثينول، وسيرجيكال اكسجن، هنا برازيكوانت. والكنترول ثابت، الكنترول ده احفظه في كل حاجه. تريتمنت اوف انفكتد بيرسون وانيمال، هيلث اديوكيشن، سانيتري ديسبوزال اوف هيومن اند انيمال اكسكريت اللي هو التخلص الامن من فضلات الانسان والحيوان، سنيل كنترول، بيور فلترد ووتر سبلاي، لان كلهم لهم علاقه بالميه، كلهم الايج كانت بتنزل في الميه وبتلاقي سنيل، فحاول دايما تخلي الووتر سبلاي بتاعك فلتر. ظبط المود اوف انفكشن، سواء عن لو في حالات الفاشيولا بعمل واشنج للرو فيجيتابل، طب لو في حالات الهيتروفيس بعمل ماسيف تريتمنت اوف فيشرمان. لازم الصيادين كلهم كده خدهم في مره واحده واديهم البرازيكوانتل، مش هيخسر، بديهم البرازيكوانتل مش هيخسر حاجه. اللي منه عنده هيتروفيس انا ضمنت ان هو مش هينزل ايج في الاستول، فمش هيدي حد تاني. طب واللي ما عندوش ما خسرش حاجه. ماس تريتمنت اوف ذا فيشرمان، ماس يعني علاج عام. طيب بعمل حاجه اسمها البروبر سولتنج اند جريلينج اوف ذا فيش اند افويد ايتنج رو اندر سولتد فيش، يعني اطبخ السمك كويس، اقليه او اشويه كويس، واعمل الحاجات دي كلها. طيب الدايجنوزز قلنا القاعده العامه، الدايجنوزز عباره عن 3 كلمات، هيستوري، كلينيكال بيكتشر، لابوراتوري. الهيستوري مود اوف انفكشن وانديميك اريا. في الامتحان بكتب ايه هو المود، والانديميك لو انا عارفها بكتبها. يعني مثلا في الفاشيولا ما ذكرش ايه المنطقه اللي عايشه فيها، خلاص يبقى ليفنج ان انديميك اريا ويكتب نقطه. طب في الهيتروفيس لو طلب منك دايجنوز في الهيتروفيس، ليفنج ان انديميك اريا بين قوسين برولوس ومنزله وقارون.
مود اوف انفكشن بكتب هنا اكل الخضار اللي مش مغسول، هنا اكل السمك اللي مش مطبوخ. الجنرال بدور على الدايجنوستيك ستيج في المكان الخاص بيها وبدور على انتي بودي. وقلنا الحاجات اللي سبيسيفيك بتاع الفاشيولا وقلنا الحاجات اللي سبيسيفيك بتاع الهيتروفوس. ما تنساش قصتين اجمل من بعض، قصه اسمها الفولس او السبيريوس فاشيوليزس وقصه اسمها الهالوزون. انا لسه ما شرحتش الايه رقم 2 دي بدايه الحصه الجايه ان شاء الله، ولكن اعرف بس الفولس واعرف الهالوزون. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ يبقى احنا كده خلصنا. حصتنا الجايه ان شاء الله هنشرح فيها الشيستوزوميزيس. موفقين يا اولاد، السلام عليكم.